حاجه كده او نتركه للاعبين. الجهاز الفني والاداري زي ما بنقول لنادي الاسماعيلي، في عندنا انجيل ماركوس، هو اصلا فرنسي لكن جنسيته ارجنتيني. لعب في نادي تولوز ونادي قبل كده برضو نانس في فرنسا، وكان في نادي جونيور في الارجنتين، ومرن اكثر من نادي في الارجنتين. مستر ألان هاريس مدرب انجليزي ومن اللاعبين اللي كانوا كبار قوي، ومرن اكثر من نادي في انجلترا. والمدربين الاثنين النهارده عاملين قدامنا بمقاييس النتائج والنقط والاهداف، عاملين نتائج كويسه جدا. مستر ألان هاريس مع نادي الاهلي ومستر ماركوس مع نادي الاسماعيلي. ده مدرسه ارجنتينيه امريكا الجنوبيه، وده مدرسه انجليزيه كلنا حافظينهم. ده ليه سمات لعب معينه وده له سمات لعب معينه، وطبعا المهم في الكلام ده ان اللاعبين اللي هم ينفذوا خطط اللعب اللي بيحطها المدربين. نادي الاسماعيلي النهارده بيلعب باحمد رزق ليبرو، وقدامه حمزه الجمل، وبيسقط معاه عاطف عبد العزيز، يعني بيلعب ليبرو والتين ستوبر. اما نادي الاهلي زي ما احنا عارفين بيلعب 4 في خط الظهر على طول، مفيش حد بيلعب ساقط، وعشان كده كلنا قلنا، وحتى شوبير النهارده مصرح ان هو بيلعب في مركزين، حارس مرمى وليبرو النادي الاهلي. زي ما بنقول طبعا خطط اللعب حلوه قوي على الورق، المهم التنفيذ في الملعب، وكل مدرب اللي هو كفء يحط الخطه اللي تناسب امكانيات لاعبه. نادي الاسماعيلي لعب 4 مباريات، فاز في 4، ليه 9 اهداف وعليه هدف واحد، وليه 8 نقاط وترتيبه الاول. النادي الاهلي لعب 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 1، ليه 11 هدف وعليه 2، ترتيبه الثاني وليه 7 نقاط. نادي الاسماعيلي مؤجله ليه مباراه مع نادي الاولمبي من الاسبوع الخامس، وايضا النادي الاهلي مؤجله مع المريخ برضه في نفس الاسبوع الخامس. كابتنين الفرقتين شوبير وفوزي جمال وكابتن مصطفى حموده، وبيعملوا الطص، واللي بيختار الطص زي ما احنا عارفين طبعا هو اللي بيختار الملعب، وبرضه دي تبقى خاضعه لحاجات كتيره قوي، اختيار الملعب، الهوا معاه ولا ماهوش الهوا، الفرقه موفقه في الحته دي او مش موفقه في الحته دي او بتحبها، يعني ليها عوامل كبيره جدا. وادي شبل صغير من نادي الاسماعيلي لابس لبس نادي الاسماعيلي ونازل يحيي الفرقه الكبيره، وهيبقى على ايدنا اليمين دلوقتي واحنا قاعدين في المقصوره الرئيسيه لاستاد الاسماعيليه، هيبقى على ايدنا اليمين نادي الاهلي بالفانيلا الحمراء، على ايدنا الشمال فريق نادي الاسماعيلي بالفانيلا الصفراء. خارج المصورين من الملعب استعد الملعب لبدايه المباراه، مباراه القمه الكرويه حتى الان المبكره بين نادي الاسماعيلي ونادي الاهلي، اول وثاني الدوري لغايه دلوقتي. وهيلعب لعبه ضربه البدايه نادي الاهلي، 2 راس حربه ايمن شوقي ومحمد رمضان، والاهلي بيلعب 4-4-2، 2 راس حربه محمد رمضان وايمن شوقي. نادي الاسماعيلي بيلعب احمد العجوز وايمن الجمل، الاثنين على فكره بالمناسبه هدافين الدوري لغايه دلوقتي بيلعبوا النهارده، ايمن شوقي وايمن جمل، والاثنين ايمن، والاثنين جايبين 4 تجوان. هنشوف النهارده مين فيهم هيتفوق على الثاني، يعني المباراه بتاعتهم بتبقى زي ما بنقول النهارده الاثنين الهدافين ايمن الجمل وايمن شوقي، 4 اهداف و4 اهداف. ونستعد لبدء المباراه، وبيبص مصطفى حموده ويظبط الوقت معاهم، وهنظبط معاهم احنا الوقت احنا كمان. خدت على طول الكوره ايمن شوقي، محمد عبد الجليل، لمسه واحده على طول لمحمد يوسف، ومحمد بيلعب كره طويله لايمن شوقي، وماشي ايمن وبيخش مع عصام عبد العال. ايمن تقطع الكوره ومصطفى حموده مد فاول على عصام عبد العال، فاول النادي الاهلي. وفكر الصغير بيتكلم زي ما احنا شايفين اهو، ادي سعفان بيرتب ديفنسه، ومحمد يوسف بيطلب منه مصطفى حموده تلعب من مكانها، ومحمد يوسف وكل واحد مع واحد بقى، محمد يوسف وبيعمل الاوفر وعاليه، ويطلع حمزه الجمل على طول يطلع، ومحمد رمضان يا ولد شايطها على طول صعبه، شايطها على طول برجله الشمال فوق الزاويه، ضربه مرمى لسعفان، لعبت الكوره على طول
الاسماعيلي احمد. ومرحله جس النار تبقى طبعا قليله شويه عشان الفرقتين لعبوا مع بعض فترات طويله قوي. حمزه الجمل اول مره بيذيع له بعد ما لعب في نادي الاسماعيلي رجع. وبشير عبد الصمد لمسه واحده. فوزي جمال كابتن الفريق وتطلع الكوره بره قوي. رمي التماس لنادي الاهلي. ابراهيم حسن محمد عبد الجليل وفاول على عصام عبد العال. منظره كده هو اللي بيلعب مان على طول مع محمد عبد الجليل. وطبعا محمد دلوقتي بقى من اللاعبين الخطيرين قوي في نادي الاهلي. مستر ماركوس اعتقد ان هو بيلعب معاه على طول عصام في كل حته. ناشط زيه برده اسلوب لعبه زيه قريب منه. وياسر ريان اللي بيبتدي النهارده ناحيه اليمين وتقطع الكوره لابراهيم حسن واوفر في سقطه لمحمد رمضان ويخش على طول مع حمزه الجمل وتطلع الكوره بره اوت. رمي التماس لنادي الاهلي. على فكره برضو في مراقبه اللاعبين ادي مثلا الان هاريس يبقى لازم كل واحد بيبقى مناسب قوي للتاني. يعني محمد عبد الجليل سريع عصام عبد العال سريع ما يبقاش واحد سريع ومعاه واحد بطيء ابدا بتفرق كتير قوي. وبيختار طبعا المساكين او بيلعبوا مان مع كل لعيب زي ما بقول بناء على حاجات كتيره جدا. رمي التماس لنادي الاسماعيلي فوزي جمال باك الشمال كابتن الفريق. وعاليه وابراهيم حسن عصام وترد كرة تاني وفاول. فاول المره دي على محمد عبد الجليل زي عصام عبد العال. حمزه الجمل شوطه جامده على حمزه قصيره على طول بيلعبها عصام. عاطف عبد العزيز بيلعب ستوبر بيلعب اصلا كان باك يمين وكرة طويله لكن بيطلع على طول جمال السيد واخطفها فكر الصغير. وهجمه النادي الاسماعيلي بشير عبد الصمد وماشي بشير مع ابراهيم حسن وبشير بيعمل كرة لفه بره ضربه مرمى لنادي. لسه الفرقتين ما ظبطوش شويه. بيبقى كلهم همهم في الوقت ده ان هو يلعب وينفذ خطه اللعب بتاعت المدرب. بيبقى تقليدي شويه. لسه بقى التطوير والفكر بتاع كل لعيب بيجي بعدين. لكن الشويه الاولانيين دول 5 دقايق كده تقريبا او 10 دقايق بيبقى تعليمات المدربين بتتنفذ. شوبير محمد عبد الجليل وكرم جابر تترد كرة تاني واحمد العجوز وفاول. فاول على نادي الاهلي كان ايمن الجمل وفاول لنادي الاسماعيلي احمد رزق وسقطها بعيده عن الجول. وابراهيم حسن يسيبها لنفسه وياخد مساحه فاضيه ومع احمد العجوز. ابراهيم لم وتتقطع الكوره تترد تاني بعاليه ويطلعها جمال السيد وابراهيم. ياسر ريان اللي بيلعب النهارده ناحيه اليمين ياسر وبيلعب معاه فوزي جمال يخطفها ياسر وتطلع الكوره بره اوت. رمي التماس للاسماعيلي. جمهور قوي في جمهور الفرقتين مع كل كوره. عصام عبد العال احمد العجوز ويسيبها لبشير عبد الصمد ويغمز الكوره على طول بيلعبها الفكر الصغير وشوطه يسيبها ويحرسها شوبير عشان تبقى ضربه مرمى لنادي الاهلي. داخلين على الدقيقه 5 من الشوط الاول وما زالت النتيجه تعادل في مباراه القمه حتى الان من اول وثاني الدوري نادي الاسماعيلي ونادي الاهلي. ما زالت النتيجه تعادل بين الاهداف قدامنا وتلعب على طول شوبير الساب وتروح لفوزي جمال يلعبها بالهيد مع ايمن شوقي تتخطف الكره لكن بياخدها فكر صغير وتتخطف منه ويلعبها عاطف عبد العزيز. عصام فكر الصغير ماشي فكر واحده والثانيه تتخطف منه وتترد النادي الاهلي. ادي خشبه ياسر ريان ترقيصه ويعمل الكره على الارض عاليه وتعدي وتروح لاسامه عرابي وشوطه جامده تيجي في الفيرس نادي الاسماعيلي عاطف عبد العزيز وترجع تاني لحمزه الجمل وشوطه جامده وجمال السيد لوحده وقفها وتطول منه وتروح لشوبير. هو بقى لعيب ليبرو كبير قوي شوبير اليومين دول فبيلعب برجله كتير قوي. جمال السيد ادي خشبه وهجمه النادي الاهلي اماميه محمد رمضان ومش سايبه لكن في فاول على محمد رمضان. دي مصطفى حموده فاول زائد حمزه الجمل بيلعب معاه محمد رمضان احمد رزق اهو. لكن واضح قوي ان مستر ماركوس بيلعب على فكره احمد رزق وعاطف عبد العزيز منطقه يعني اللي بيجي لهم كل واحد في الحته بتاعته بيمسكها لكن ما بيلعبش معاه تمرين في كل حته. بيلعب زون في المنطقه اللي بيلعب فيها. ياسر ريان 1 2 حلوه مع محمد رمضان. ابراهيم حسن وطويله لمحمد عبد الجليل قطع بيها لقدام لمحمد رمضان وثلاث نقلات ورايه وصفاره ايمن شوقي هو الاوفسايد مش محمد عبد الجليل.
ضربه حره غير مباشره، بتلعب الكوره على طول لفكري الصغير. فكري ماشي، فكري لسه كوره معاه وبيقابله هادي خشبه. فوزي جمال، عاطف عبد العزيز ستوبر وبيكمل لقدامه عاطف، يلعبها ناحيه الشمال لكن كان في رايه وصفاره اوف سايد بشير عبد الصمد. ضربه حره غير مباشره لنادي الاهلي. برضه النادي الاهلي واضح اهو بيلعب 4 ورا على خط واحد باينين قوي اهو. محمد يوسف الباك الشمال عامل سيزون كويس لغايه دلوقتي. اسامه عرابي ومعاه كرم جابر بيلعبها وانتو تاني معاه لكن تطول الكوره وتروح لحمزه الجمل، وبيتكلموا اسامه عرابي بيقول بصها لي في رجلي، وحمزه الجمل جامده وتطلع الكوره لسه زي ما بقول اللعيبه ما ظبطتش نفسها. واضح قوي في ادائهم تعليمات المدربين قوي بينفذوها وبيحاولوا ينفذوها. ماتش كبير وجامد لازم فيه التزام. اسامه عرابي وكرم جابر ويزق الكوره كرم ويطلعها بره. رامي التماس نادي الاهلي محمد يوسف. محمد اسامه عرابي معاه كرم وتطلع الكوره بره اوت. رامي التماس ثانيه لكن وهي خارجه مصطفى حموده بيقول رامي التماس جت في اسامه عرابي ومديها اهو اوت على نادي الاهلي. كرم جابر وسعفان الصفر. جولين منتخب مصر النهارده، الاثنين من ضمن منتخب مصر شوبير وسعفان. احمد رزق كرم جابر يلم كرم وداخل معاه اسامه وتتقاوت للنادي الاهلي، تتلعب على طول لايمن شوقي. ايمن ومع حمزه الجمل ومصطفى حموده مديها زقه فاول على حمزه الجمل زي ايمن شوقي. حته قريبه شويه واسامه عرابي بيقول سيبوها لي انا اللي هلعبها، وكله رايح على الزاويه البعيده اهو عشان مستنيين الاوفر، وكل واحد من النادي الاهلي معاه واحد من نادي الاسماعيلي عشان مميزين بضربات الراس لعيبه النادي الاهلي محمد رمضان وايمن شوقي. وتتلعب الكوره طويله وابراهيم حسن طالع معاهم لكن مش سايبه فوزي جمال، وتطلع الكوره كورنر تيجي في فوزي جمال وتبقى ضربه ركنيه لنادي الاهلي. ابراهيم ياسر ريان وبيعمل اوفر عاليه ويطلع محمد رمضان بالهيد وترجع ورا تاني لهادي خشبه اللي شوطه جامده لكن بره كان حاطط رجله معاه مش سايبه، شوطها على مهله فكره الصغير وشوطه هادي خشبه تطلع بره. ضربه مرمى النادي الاسماعيلي و8 دقائق تقريبا الشوط الاول وما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف. ما زال الحرص في اداء اللاعبين واضح. نادي الاسماعيلي 2 السوبر 1 ليبرو. النادي الاهلي بيلعب 4 ورا. نص الملعب في عدد كبير من لاعبي الفرقتين عشان يمتلكوا اللعب ويبتدوا منه الهجمه. ده ملخص كده سريع للفرقتين بيلعبوا ازاي. وكره طويله جمال السيد بيرد عايز يلحقها ياسر ريان وما يلحقهاش وتبقى رامي التماس لنادي الاسماعيلي. فكر الصغير عصام عبد العال لمسه واحده بيلعبها على طول عاطف عبد العزيز وتتاخد منه ياسر ريان ببره رجله بيلعبها ولمسه واحده محمد عبد الجليل لهادي خشبه لايمن شوقي وماشي بيلعبها طويله لكن حمزه الجمل يقطع ويبصيها تتخطف منه تاني ويخش حمزه ياخدها لكن كان في زقه من محمد عبد الجليل وفاول لنادي الاسماعيلي. اتلعبت الكره على طول فوزي جمال باك الشمال لنادي الاسماعيلي وبيسقط واحد طويل احمد العجوز وتطول الكره ويطلع احمد شوبير. يلعبوا كلهم على خط واحد فعشان كده لازم شوبير يبقى وراهم شويه ياخد الكور اللي زي دي. محمد يوسف اسامه عرابي وكرم جابر بيهاجم ويرفع اسامه كره عاليه. احمد رزق محمد عبد الجليل تروح منه تروح لبشير عبد الصمد. بشير وهجمه لنادي الاسماعيلي ويلعبها طويله لكن يقطع على طول علاء عبد الصادق ويا ولد يقطعها حلو علاء وبعقل اول ياسر ريان. محمد عبد الجليل وماشي محمد وبقت الهجمه مرتده لنادي الاهلي والهجمات سريعه واللعب سريع وزحلقه من فوزي جمال وتطلع الكوره بره اوت. رمي التماس لنادي الاهلي. اسامه عرابي وبيعملوا الاوفر طويله وفي رايه وصفاره ايمن شوقي اوفسايد لكن كان في حراسه 2 كرم جابر وعاطف عبد العزيز هم الاثنين كانوا معاه. احمد العجوز هربان من الرقابه قدامه وبيلعب راس حربه لكن راجع ورا اهو وبيلعب كوره بره رجله حلوه يا ولد لعبها حلوه. كرم جابر ما يلحقهاش وتطلع الكوره بره لكن فكرتها حلوه قوي. احمد العجوز لعبها بين 2 وتبقى ما يلحقهاش كرم جابر. ماتش سريع والفرقتين بكل واحد بيبذل اقصى جهد ونقله الكوره من هنا لهنا سريعه يعني الهجمه اللي هنا تبقى هنا باسرع ما يمكن. مفيش تحضير طويل ومفيش تحضير على المهل. علاء عبد الصادق كوره طويله علاء
محمد عبد الجليل، ولمسه واحده لاسامه عرابي، وماشي اسامه وطويله عاطف عبد العزيز يقراها كويس ويقطع قبل ايمن شوقي، وهجمه مرتده بشير ساقط ورا ابراهيم، وماشي بشير وبيلم الكوره وبيجيبها على رجله اليمين، ورجله اليمين ضعيفه، شوطه ضعيفه ياخدها هادي خشبه لمها على رجله اليمين وهو اشول، وتروح الكوره تاني قطعها كرم جابر لابراهيم حسن، على طول بيلعبها لهادي خشبه، وشوف الكوره اتنقلت على طول من هنا لهنا، كانت هجمه سريعه وبقت هنا لهنا، هادي خشبه وتتقطع الكوره في تكتل دفاعي اسماعيلاوي امام مرمى، وعاطف عبد العزيز بيلعبوا كوره طويله ورايا وصفاره اوف سايد فكر الصغير. النادي الاهلي بيلعب على الاوفسايد جيم اهو، مستر الان هاريس باين قدامنا قوي خطه لعبه، بيلعب على الاوفسايد جيم من نص ملعب. الاوفسايد جيم ضربه حره غير مباشره يلعبها جمال السيد، ابراهيم حسن وكرة طويلة ناحية اليمين، الحتة المفضلة لمحمد عبد الجليل ومعاه بالسيب وعصام، ويزق الكرة عصام تطلع الكرة بره اوت، رمي التماس لنادي الاهلي. كل لعيب بيبقى ليه حتة مفضلة يحب يلعب فيها، ساعات يغير كده لكن تملي يعني يحن للحتة اللي بيلعب بيها او يفضل فيها. ابراهيم حسن ومديها مصطفى حمودة فاول لنادي الاهلي، حمزة الجمل زي ابراهيم، ومديها فاول من حتة خطرة جدا لنادي الاهلي. هذا ابراهيم حسن قدامنا، والفاول هيتلعب قريبه عن رايه الكره، مش شايفينها حضراتكم اهي، وضربه حره مباشره لنادي الاهلي. ياسر ريان، كل واحد مع واحد اهو، قدامنا ياسر ريان اهو بيرجع الكره من مكانها، كابتن مصطفى حموده رايح له اهو، وياسر ريان هيلعب الفاول، وحيطه من 2 لعيبه من النادي الاسماعيلي، وكل واحد مع واحد، وبيشاور ياسر اهو عشان 10 ياردات. ياسر ريان، وبتيجي الكرة في الحيطة، فوزي جمال وتترد تاني لياسر ريان. ياسر وبيعمل 1 2 مع ابراهيم، وفي الحتة حلوة لكن مغطي وقراها كويس قوي حمزة الجمل، والشوطة الجامدة هادي خشبة على طول على صدره. محمد يوسف ويفتح اللعب ناحية الشمال اهو على عبد الصادق، علاء، ويعمل كرة عالية طويلة مفيش الا بشير عبد الصمد، وبالهيد على طول بيلعبها، وابتدي هجمة لفكر صغير، ومعاه هادي خشبة بالسايبه، ورايح فكري وماشي لسه فكري من ناحية الشمال اهو زي ما احنا شايفين، وغير اتجاهه وعايز يلعبها بينية لبشير عبد الصمد، لكن رايه وصفر بشير عبد الصمد، وبيشاور اللاين مان ان هو جاي من الاوفسايد، بيشاور ان هو بشير عبد الصمد جاي من الاوفسايد، واداها مصطفى حموده ضربة حرة غير مباشرة لنادي الاهلي. ابراهيم حسن، جمال السيد، جمال وعايز يباصي على طول، لكن لو الناحيه الثانيه كل واحد مع واحد بس سايبينه. محمد عبد الجليل، عصام عبد العال اهو زي ما احنا بنقول، الثنائيات موجوده قوي في المراقبه، وطريقه لعبه بالظبط قريبه قوي من محمد عبد الجليل. علاء عبد الصادق، ياسر ريان راجع لورا عشان يستلم وتطول منه، لكن يلعبها طويله تروح لعصام اللي كان واقف جنب محمد عبد الجليل، 3 نقلات ترجع ورا لعاطف عبد العزيز، واماميه فكر الصغير، كرم جابر، كرم جنبه ايمن الجمل، لكن بيسقطها لاحمد العجوز، واقف على وش رجله حلوه احمد، وبيلعبها في الحته الفاضيه للشيخ محمد، وماشي بشير جوه الجول، بشير عبد الصمد جوه الجول في الدقيقه 14، جول حلو قوي عامله احمد العجوز عامل جول حلو قوي، وقفها على وش رجله جميله قوي، ويلعبها بينيه بين جمال السيد وابراهيم حسن، ويعدي بشير عبد الصمد ويلم الكوره ويلعبها على شمال شوبير. دقيقه 15، 1 الاسماعيلي لا شيء الاهلي، بشير عبد الصمد بتتعاد تاني اهو، وبشير عبد الصمد بيلعبها على شمال شوبير اهو بشير، لكن اللي عمل الجول ده احمد العجوز عامل كره حلوه قوي واقف على وش رجله، ونازل واحد من المشجعين الاسماعيلي الملعب اهو، وبيطلعوا كابتن مصطفى حمود اهو، وطلع بره المدرجات. اتبسط الكرة من كرم جابر لاحمد العجوز، هنشوفها وقفها ويلعبها
لبشير اللي لمعها زي ما احنا شايفين ويلعبها لحظه خروج شوبير على شماله. و بيتكلم الكابتن مصطفى حموده مع مراقب المباراه كابتن علي حسين ان هو اللاعب الراجل المتفرج اللي نزل الملعب، وبيطلب من رجال الامن ان هو ما يكررش ده تاني. اهو قدامنا كلنا وشايفين. ويستأنف المباراه 16 دقيقه، واحد الاسماعيلي لا شيء الاهلي. وهذه خشبه محمد يوسف، محمد ويلعب الكره بالعرض لجمال السيد، ابراهيم حسن، وابراهيم ويهاجمه بشير ويخش ياخدها فوزي جمال وتطلع الكره بره اوت. رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي هيلعبها ابراهيم حسن. ابراهيم ويلعب الكره، هيلعب الاوت ابراهيم، ولسه كل لاعب مع واحد، ومحمد عبد الجليل بيرجعها له لكن الكره بتطلع بره وتروح الاوت لنادي الاسماعيلي. تروح النادي الاسماعيلي. زي ما بقول المباراه حماسيه وسريعه جدا. الفرقتين كمان الحاجه جميله انه لغايه ما جه الجون يعني لغايه دلوقتي بيلعبوا كره هجوميه، وابراهيم حسن بيلعب الكره تطول وتروح لشوبير. بيلعبوا كره هجوميه هما الاثنين، يعني ما فيش حد عامل تكتل دفاعي، عشان كده بنشوف هجمه هنا وهجمه هنا. كرم جابر بيلعب الكره اماميه على طول لايمن الجمل. ايمن بيرجع ورا لعصام عبد العال، بيهاجم محمد عبد الكريم، احمد العجوز يصنع الجول بشير. الاسماعيلي بيلعب كره حلوه. النادي الاهلي راجع ورا شويه دلوقتي، لعيبته بيكتروا شويه الناحيه الدفاعيه، والكره بيقطعها وقراها حلو قوي ياسر ريان لابراهيم حسن، اتخطف منه لكن في فاول من فكر الصغير زائق ابراهيم حسن. ادي نصرة انا هارس مع الكابتن طارق سليم بيمشي على الكوره، والفاول هيلعبه جمال السيد. جماهير النادي الاسماعيلي في الملعب، وبتلعب الكوره على طول تترد لمحمد يوسف هو واحمد العجوز، ومعاه تاني ايمن الجمل، وفاول على ايمن الجمل زائق محمد يوسف. فاول للنادي الاهلي. محمد يوسف بيلعب الكوره على الارض على طول لهادي خشبه، وماشي هادي وقفه حلوه ويغير اتجاهها ويلعبها في الحته الفاضيه على اسامه عرابي، لكن هياخدها فوزي الجمل وفاول على اسامه عرابي. واقع فوزي الجمل اهو، وفاول على نادي الاهلي، ويعتذر بروح طيبه جدا اسامه عرابي. قام فوزي جمال اهو، والكابتن مصطفى حموده بيقول سرع اللعب شويه، وحوالي 18 دقيقه داخلين على الدقيقه 19، والاسماعيلي واحد لا شيء الاهلي. بشير عبد الصمد في دقيقه 15 هيلعب الفاول. حمزه الجمل، وبيسقط الكوره محمد يوسف وايمن الجمل، لكن محمد بيستناه وجاي من ورا ايمن وبيلعبها حلوه. يا ولد لعبها حلوه قوي ايمن، كان مستنيها من ورا محمد يوسف، لكن تطول الكوره ما تطلعش بره، ياخدها ابراهيم ويبتدي جمال السيد. ماشي جمال وبيلعب الكوره على الارض لهادي خشبه، وماشي هادي ومعاه عصام فكر الصغير بالعرض بيلعبها لاسامه عرابي، الكوره شويه دلوقتي عشان يحضر ويلعب الكوره في الحته الفاضيه لمحمد عبد الجليل. محمد بيلعب كوره بالعرض لكن بيطلعها عاطف عبد العزيز، وترجع تاني لابراهيم يشوطها جامده، يحط رجله بشير عبد الصمد، واحمد رزق يطلع، واحمد فوزي جمال، احمد العجوز، احمد لسه الكوره مع احمد بيلعبها قصيره فكر الصغير، خطف منه لكن يلحقها تاني. كرم جابر ويجيب الرجل احمد العجوز وتطلع الكوره بره. رمي التماس النادي الاهلي ياسر ريان، محمد عبد الجليل، احمد العجوز، وعايز يلمها فوق محمد يوسف لكن فاول لعب خطره على نادي الاسماعيلي. بيرجعها تاني الكابتن مصطفى حموده من مكانه. وادي مستر ماركس مدرب الارجنتيني الكابتن اسماعيل حفني، الجهاز الفني لنادي الاسماعيلي، وضربه حره غير مباشره لنادي الاهلي. لعبت الكره على طول لهادي خشبه في الحته الفاضيه لمحمد عبد الجليل، اللي بيتحرك يمين وشمال محمد، ويلم الكوره محمد ويلعبها حلوه ورا لياسر ريان، لكن يلحقها ايمن جمل، وماشي ايمن وبكعب رجله كرم وبيلعبها له تاني، لكن اراها حلوه على عبد الصادق ويلعبها على طول، اخر فيها شويه كرم وياخدها فوزي جمال ويخش يقطعها بفدائيه جمال السيد،
وماشي جمال وهجمه مرتده النادي الاهلي. جمال السيد بيلعبها في الحته الفاضيه لكن بيقطعها فكري عبد العزيز ويطلع الكوره طويله بره او رمي التماس لنادي الاهلي. بعد ما جاب الجول النادي الاسماعيلي بيلعب ساقط شويه مدافع ونادي الاهلي مزود هجومه شويه. لعبت الكوره لهادي خشبه، هادي وماشي هادي، وادي فعلا كل لعيبه النادي الاسماعيلي رجعوا نص ملعبه. هادي وبيلعب الكوره على الارض لاسامه عرابي وبيقابله فوزي جمال وبيلعبها ناحيه اليمين محمد عبد الجليل اللي عامل مجهود كبير قوي لكن الكوره تطول منه وتطلع بره، رايح يمين وشمال على طول بيتحرك في كل حته محمد، لكن مراقب على طول مع عصام عبد العال في كل حته. فوزي جمال يلعب رميه التماس وبيديله الاذن اهو مصطفى حموده في الحته الفاضيه جمال السيد واحمد العجوز. جمال لكن تروح لاحمد العجوز اللي يرماها وتترد تاني لجمال السيد، يلعبها على طول اسامه عرابي. اسامه وبيلعبها بره رجله حلوه لمحمد رمضان وطالع سعفان لكن معاه مش سايبه احمد رزق وطلع الكوره بره اوت. كان خرج سعفان وزار ما قالش رايت لاحمد رزق قدامنا اهو اللي بيلعب مان على طول مع محمد رمضان وتطلع الكوره بره اوت. رمي التماس للنادي الاهلي. ياسر ريان يسيبها لمحمد يوسف بيلمي اوت زي الكورنر محمد ويلعبها طويله عند اسامه لكن بيزحلق وبيطلع احمد رزق ومديها مصطفى حموده فاول على محمد رمضان. واحمد رزق اهو المان بتاع صناعات بتلعب في الملعب على طول زي ما بقول. فكري عبد العزيز بياخد ايمن شوقي واحمد رزق واخد محمد رمضان ومحمد عبد الجليل اخطر لعيب النادي الاهلي بيلعب معاه مان في كل حته عصام عبد العال. عشان كده يمكن هو اللي فاضي شويه ومعلوش رقابه. اسامه عرابي ابتدى هو يبقى الشغل من ناحيته شويه ان مش ممسوك وهو الوحيد اللي بيبتدي الهجمه في فريق نادي الاهلي. احمد رزق و23 دقيقه تقريبا الشوط الاول. الاسماعيلي 1-0 الاهلي. بشير عبد الصمد في الدقيقه 15. سعفان الصغير هيلعب الفاول لكن لسه برضه اللاعبين في الفريقين كل واحد بينفذ قوي قصه اللعب متمسك بيها. لسه زي ما بقول مفيش يعني ابداع كده ومفيش يعني كل لاعب بيبذل اقصى مجهود. وماشي ياسر ريان وشنكله من كرم جابر الباك اليمين نادي الاسماعيلي وتتعمل فاول على طول ابراهيم لاسامه عرابي. اسامه بيلعبها لكن تترد وتروح لكرم جابر الباك اليمين برضه بيلعب الكره المرتده اهي بيسقط هناك على طول احمد الخواجه. احمد العجوز وماشي احمد وبيلم الكره من علاء ويلعب الكره تترد على طول وياخدها ابراهيم. احمد العجوز كان لم الكره اللي فاتت احمد وطلعها ابراهيم وهجمه مرتده النادي الاهلي. هادي خشبه وماشي هادي ويلعب الكره على الارض وتتخطف ولسه مع محمد رمضان لاسامه عرابي وماشي اسامه ولسه الكره معاه ومنظره هيشوط لكن كده هيضطر يرفع وتتخطف منه مع فكري عبد العزيز وفكري يلعبها على الارض. فكري صغير وماشي فكري وهجمه مرتده للاسماعيلي وماشي فكري لسه وبيلعبها لبشير عبد الصمد وراجع ابراهيم اهو وماشي لكن ابراهيم بيسبق وياخد الكوره ويحل على الكوره فاول على بشير عبد الصمد. هجمه هجمات خطره جدا من الفرقتين. النادي الاهلي بيهاجم على طول عن طريق اسامه عرابي الوحيد اللي فاضي مش ممسوك ونادي الاسماعيلي بيعمل اللونج باس طويله ورا ابراهيم حسن اللي بيبقى متقدم عند احمد العجوز. هادي خشبه وماشي هادي وبيلعبها لعبد الجليل معاه على طول بيلعب معاه حمزه جمل وفاول على حمزه جمل. اتلعبت الكره على طول لكن بيرجعها تاني مصطفى حمود وزي ما بقول الفرقتين واضح قوي من ادائهم ان هم ماسكين قوي فراوده نادي الاهلي كلهم. الوحيد اللي فاضي اسامه عرابي. نادي الاسماعيلي بيلعب على الهجمه المرتده من ناحيه الشمال من انطلاقات احمد العجوز او ايمن الجمل. فاول النادي الاهلي هيلعبها هادي خشبه وشويط نادي الاهلي. هادي بيشوط كويس قوي. هادي وشوطه جامده في ايد سعفان لكن شوطه جامده معديه من الحيطه وسعفان ماسكها على طول والقناص ايمن شوقي كان مستنيها رايح لها ايمن شوقي ويلعبها بايده على طول سعفان. يلعبها لعاطف عبد العزيز ويلعبها ايمن لاحمد العجوز لكن احمد شوبير يلحق على طول.
محمد يوسف. محمد علاء عبد الصادق يلعبوا التيم ستوبر اهو، هو وجمال السيد. ادي خشبه وعلى الارض بيلعبها اماميه لمحمد عبد الجليل، لكن زحلقه ياخدها فوزي جمال. فكري الصغير، فكري وماشي، فكري وماشي، هو المان بتاع اسامه عرابجي لكن سايبه دلوقتي ان فكري بيلعب قدام على طول، يعني واخد واجب هجومي اكتر. ورايه وصفاره اوف سايد بشير عبد الصمد. ضربه حره غير مباشره من تسلل بشير عبد الصمد لنادي الاهلي. ابراهيم حسن، جمال السيد، جمال وعلى الارض بيلعبها لابراهيم، وماشي ابراهيم وماشي ابراهيم وماشي ابراهيم ولسه مفيش حد يهاجمه. اسامه عرابي، اسامه وشوف فتحه بيلعبها في الباصه لمحمد رمضان وتيجي في رجله وتطلع الكوره بره بايديها مصطفى حموده. ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي، واقع محمد رمضان. ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي، وقام محمد رمضان وبيكلم اللاين مان، والحكم بيقول يلعب لسعفان الصغير. سعفان ماتش حلو لغايه دلوقتي، لكن في التزام شويه، يعني اللاعبين مش قادرين يطلعوا كل اللي عندهم. ماتش مهم بالنسبه لهم، فعشان كده زي ما بقول تملي يعني متقيدين قوي بخطط اللعب. سعفان الصغير، محمد يوسف يرد على طول، كرم جابر وياسر ريان، ايمن شوقي بيلمها نفسه حلوه، واحده والثانيه ويلعبها على طول لاسامه عرابي في الحته الفاضيه لابراهيم حسن. ويبدو ان في اشتباك بين اثنين لاعبين. هنشوف الكابتن مصطفى حموده بيدي انذار فعلا. هنشوف مين. عاطف عبد العزيز انذار في الدقيقه 27، واخد انذار زائق ايمن شوقي، لكن شافها الكابتن مصطفى حموده. لعبه يعني الكوره كانت بعيده، لكن شافه هو بيشد وبيديله انذار. ضربه حره مباشره هيلعبها النادي الاهلي. ابراهيم حسن واقف جنب الكوره هو وهادي خشبه، ابراهيم وهادي، والاثنين بيشوطوا كويس. ديفنس النادي الاسماعيلي متكتل، مفيش الا محمد يوسف، وكل لعيبه النادي الاهلي والاسماعيلي في نص ملعب الاسماعيلي. هادي خشبه وماشي هادي وبيلعبها بينيه لمحمد رمضان ويخطفها محمد عبد الجليل، لكن حمزه الجمل يطلع. جمال السيد، كل لعيبه الاسماعيلي منكمشه لورا شويه وتطول الكوره بتشيل على الصمت من ايمن الجمل. لمسه واحده لاحمد العجوز، جاي له من ورا فوزي جمال، والهجمه المرتده كانوا بيلعبوها اسرع من، لكن دلوقتي هديت شويه وتروح الكوره لايمن الجمل وبيلم وتقلش منه وبيلعب الكوره بالعرض تاني، تيجي في جمال السيد وتطلع الكوره بره كورن. ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي. ادي ايمن الجمل جاب 4 تجوان مع ايمن شوقي، هما الاثنين هدافين الدوري وهدافين طبعا النادي بتاعهم. فكري الصغير هيلعب الضربه الركنيه برجله اليمين ويلف كوره عاليه وشبير تطلع وتقع من ايده، لكن على طول بيلحقها ابراهيم وتروح تاني لعصام. وماشي ناحيه الشمال فوزي جمال في الحته الفاضيه لفكري الصغير. فوزي جمال وبيلعبها مع احمد العجوز واحمد شوطه حلوه جت في رجل لاعب من النادي الاهلي وتبقى كوره. عملت كورباج، شوطه حلوه من احمد العجوز، شوطه حلوه قوي عملت كورباج وجت في رجل لاعب من النادي الاهلي وكانت رايحه في الزاويه البعيده وتطلع كورنر. ضربه ركنيه هنشوفها تاني اهو، احمد العجوز يصلح الكوره والشوطه وتيجي في لاعب فعلا وعملت الباند الكورباج اللي فاتت. بشير عبد الصمد بيلعب برجله الشمال عشان كده جاي من ناحيه اليمين ويلعب الضربه الركنيه بشير عبد الصمد وعاليه، لكن بيطلع على طول ابراهيم، ترجع له تاني لكن يسيبها عشان ياخد 30 دقيقه من الشوط الاول. الاسماعيلي 1 الاهلي لا شيء. بشير عبد الصمد في الدقيقه 15. كرم جابر الباك اليمين للنادي الاسماعيلي، عصام عبد العال، كرم وماشي كرم ومعاه ياسر ريان اللي جه ناحيه الشمال اهو، لكن لسه الكوره مع كرم وبيعدي ومعاه ياسر مش سايبه، ولسه الكوره وبيعمل الكوره بالعرض عاليه في ايد شوبير.
ايده على طول بيلعبها اسامه عرابي. اسامه راح ناحيه اليمين وياسر راجع ناحيه الشمال. ابراهيم حسن وهجمه مرتده النادي الاهلي وبيلعب كره اماميه طويله لمحمد رمضان لكن يزحلقها لها احمد رزق. كانت حلوه وبينيه لعيبه حلوه قوي ابراهيم الكره اللي فاتت. ابراهيم حسن ويرجع ورا لجمال السيد وياخدها احمد العجوز ويلعبها في الحته الفاضيه لفكر الصغير ويطلع كره خطره جدا جدا الكره اللي فاتت. وشوبير اهو رايح يكلم جمال السيد في الكره اللي فاتت عايز يوقف الكوره اتخطفت منه وبيلعبوا هم الاربعه على خط واحد مفيش حد ليبرو كان راح على طول ويلعبها فكر الصغير لكن شوبير ينقذ الموقف وتتلعب الكوره عاليه تاني وشوبير يطلع يمسك. الكوره اللي فاتت كان فيها خطوره اتلعبت الكوره مردوده ايمن شوقي وعاطف عبد العزيز وتطول الكوره يلحقها احمد رزق قبل ما تطلع اوت ومع محمد رمضان وبسن الجزمه بيلعبها لكرم اللي عايز ياخدها من فوق ياسر ريان لكن تتخطف وتروح اسامه عرابي واسامه بيلعبها في الحته الفاضيه لايمن شوقي لكن حمزه الجمل يقطع ويلعبها ناحيه الشمال لفوزي جمال. فارضين رقابه على مهاجمين راس الحربه النادي الاهلي وفكر الصغير فرض عليه رقابه وعلى ايمن شوقي هو وعاطف عبد العزيز وفي تسلل من بشير عبد الصمد. لعبت الكره على طول ضربه حره غير مباشره يستلمها اسامه عرابي صانع الالعاب هو اللي ماسك دلوقتي كل كوره عشان محمد عبد الجليل ممسوك وماشي اسامه ويلعبها على الارض طويله لكن بيطلع على طول احمد رزق المان بتاع محمد رمضان معاه في كل حته وعاطف عبد العزيز مع ايمن شوقي وسقط وراهم حمزه كمان وبيلعب برضه عصام من على طول مع محمد عبد الجليل اللي فاضي هو اسامه عرابي. رامي التماس للنادي الاهلي ابراهيم حسن لعبت الكوره على طول جمال السيد جمال ويسقط الكوره جوه ال 18 محمد رمضان وتعدي الكوره كرم جابر الباك اليمين ويطلع الكوره بره قوي. رمي التماس للنادي الاهلي هيلعبها محمد يوسف. محمد هيلعب رميه التماس وبرده كل لعيبه النادي الاسماعيلي بيرجعوا على طول لما بالهجمه مع النادي الاهلي في نص ملعبهم وكرم يقطع فكر الصغير وفاول على هادي خشبه دي فاول على هادي خشبه مصطفى حموده هيلعبها حمزه الجمل اخصائي كل الضربات الثابته في نادي الاسماعيلي شوطه جامده يسيبها المره دي العاطف اللي بيلعب كره لايمن الجمل ومعاه محمد يوسف السلام من وراه لسه الكره مع ايمن ويخش محمد يوسف يقطع الكره ويطلعها بره رمي التماس للنادي الاسماعيلي. رمي التماس للنادي الاسماعيلي بيعتمدوا على الكور السريعه اللونج باس طويله نادي الاسماعيلي في كل باصاته. احمد العجوز تاني كرم وفاول يديها فاول على كرم جابر. محمد يوسف ويرجعها لشوبير شوبير يلعبها على طول تاني لعلاء عبد الصادق علاء جمال السيد يبتدي نادي الاسماعيلي النادي الاهلي الهجمه جمال اسامه عرابي هادي خشبه ومعاه مستابو فكري صغير يخطف الكوره من قدامه فكري ويغير اتجاهه وماشي فكري ولسه الكوره معاه وبالعرض بيلعبها لفوزي جمال متقدم قدام فوزي بشير عبد الصمد ويلعبها له حلوه لفوزي تاني والنقله الثالثه لفكري الصغير الكوره معاه لسه الكوره مع فكري وشوط شوطه جامده يا ولد حلوه 3-4 نقلات الاسماعيلي بيلعب كوره حلوه قوي يشوطها فكري صغير وشوبير يصد كوره خطره جدا وينقذ كوره خطره جدا لنادي الاسماعيلي نقلوا 3-4 نقلات حلوه قوي في حاله كويسه نادي الاسماعيلي بينقلوا كوره حلوه قوي وتطلع الكوره كورن لكن شوبير دلوقتي كورتين ماسكهم وهنشوفها تاني اهو ويلم فكر الصغير ويشوطها وشوبير يمسك وشوطه من بعيد شايطها فكر الصغير تاني وتطلع الكوره بره تبقى ضربه مرمى لنادي الاهلي. مستر الان هاريس اهو مفتش وعد شافي وتعليمات حاجات بتتقال عشان تتقال في شوط تتقال بين الشوطين. ابراهيم ادي خشبه ماشي هادي بيلعب الكره طويله محمد عبد الجليل وحمزه الجمل وبيلعب الكره على طول حلوه لفوزي جمال
وماشي فوزي وماشي فوزي وماشي فوزي، الكرة معاه لسه بتتخطف، يخش ياخدها هادي خشبة ورايا وصف ورا ايمن شوقي اوفسايد. 35 دقيقة الشوط الأول، إسماعيلي 1 لا شيء الأهلي. بشير عبد الصمد في الدقيقة 15. ادي التعليمات اهي، تعليمات مستر ألان هاريس عشان تتقال في الشوط بين الشوطين مع كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن طارق سليم. حمزة الجمل ويلعب الكرة على طول لأحمد العجوز. أحمد يلعبها لفكري ورايح له ناحية اليمين كرم جابر، لكن ما لحقهاش الباك اليمين للنادي الإسماعيلي، وتطول الكرة وتطلع بره. تم التماس للنادي الأهلي. زي ما بقول لنادي الإسماعيلي فارق رقابة كبيرة جدا وصارمة زي ما بنقول على مهاجمين نادي الأهلي أو الثلاثي محمد عبد الجليل أيضا، وأسامة عرابي هو اللي فاضي. لكن لسه النادي الاهلي مش مستغل الكرات البينيه اللي بيلعبها اسامه عرابي. اما النادي الاسماعيلي بيعتمد كل اعتماده على الهجمه المرتده واللونج باس السريعه من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. كره طويله ويخش على طول عصام ويطلع احمد رزق بره. كرم جابر قبل الاوت يلحق ايمن الجمل، ايمن وقفه حلوه يبصيها على طول لعصام عبد العال، يغير اللعب ناحيه الشمال فوزي جمال، فوزي ويسقطها لاحمد العجوز، لكن يخش على طول هادي خشبه يقطع ويخش احمد رزق قبل محمد رمضان. وكره طويله مشتركه برضو بين وفكر الصغير، لكن في فاول على بديها على علاء عبد الصمد. صفح حموده مديها فاول على علاء عبد الصمد. يطلع مديها فاول وشوبير يوقف الحيطه زاويه وهو ياخد زاويه، وكل لعيبه النادي الاهلي راجعين، ما فيش الا محمد رمضان هو اللي قدام. ولعيبه النادي الاهلي عاملين حيطه ورا في زاويه، وشبير فعلا هو واقف يظبطهم وهو راح الزاويه الثانيه. مستر ماركوس بيدي تعليماته، وهنشوف مين هيشوط، حمزه الجمل، حمزه الجمل ولا عاطف، وعاطف يشوطها بره ضربه مرمى لنادي الاهلي. مستر ماركوس هو زعلان قوي من الشوطه وبيشاور بيقول ازاي تشوط شوطه زي دي، باينه قوي. ضربه مرمى لنادي الاهلي. اتكلم الكابتن شاوي اهو، كابتن شطه وكابتن اكرامي، الجهاز الفني وكابتن طارق سليم. وشوبير هيلعب ضربه المرمى. شوبير كوره طويله بيلعبها ايمن شوقي وياخدها محمد عبد الجليل. محمد بيلعبها حلوه لكن بيقطع على طول وعاطف عبد العزيز، لكن محمد بيخطف وماشي محمد وماشي محمد وشوطه جامده يا دوبك اول واحده هيفلت فيها، اول واحده يفلت فيها محمد عبد الجليل، خطورته بانت اهي. خد كوره وراح ولعبها بره يا دوبك زي ما احنا شايفين كده، ياردتين على يمين سعفان. كابتن شطه 38 داخلين على الدقيقه 39 وما زالت النتيجه تقدم الاسماعيلي بهدف بشير عبد الصمد في الدقيقه 15. سعفان الصغير بيلعب الكرة طويلة ويخش على طول محمد يوسف. احمد رزق ومع محمد رمضان، لسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه وبيلعبها باكورد، نص باكورد كده وتطلع الكرة بره. رامي التماس للنادي الاهلي. جه فعلا ياسر ريان ناحية الشمال وعدلته وهيلعبها لهادي خشبه، وهادي بيلعبها حلوه بيغير اتجاهها الناحيه الثانيه لكن جامده شويه. بشير وابراهيم ويخش ابراهيم ياخدها وفوزي جمال. بشير عبد الصمد ويلعبها له تاني بشير وفوزي جمال، وبيلعبها ناحيه احمد العجوز وماشي احمد وباصوا من رجل لرجل كويس قوي نادي الاسماعيلي وماشي وتتخطف منه لكن ترجع لبشير. لمسه واحده لعصام عبد العال، عصام وبيلعبها لكرم جابر الباك اليمين ويلعبها لاحمد العجوز، بيهاجموا جمال السيد وبيلعبها قصيره ايمن الجمل لكرم جابر يسقطها تاني لكن ما فيش الا علاء عبد الصادق، ياخدها قبل شوبير ويلعبها على طول لعصام عبد العال. يا ولد يلعبها حلوه لفوزي جمال ولمسه واحده لبشير. بيلعب نادي الاسماعيلي كوره حلوه قوي بشير عبد الصمد، لسه كوره معاه ومع اسامه عرابي بيلعبها في الحته الفاضيه لكن ابراهيم ياخدها وتتخطف منه تاني فوزي جمال وهادي خشبه ويخطف الكوره منه تاني بشير عبد الصمد وماشي بشير بيلعب كوره بينيه لكن علاء عبد الصادق كان رايح فكر صغير هو جول. بيلعبوا كوره حلوه نادي الاسماعيلي من رجل لرجل وتروح الكوره لاسامه عرابي وماشي اسامه وكوره لمحمد عبد الجليل وماشي محمد تطول وتطلع الكوره كورنر تيجي في رجل عاطف عبد العزيز وتطلع الكوره كورنر. في لاعب واقع من نادي الاسماعيلي
ملاحظات مستر هارس اهي، ملاحظاته اهي جايبها الكاميرا. وضربه ركنيه لنادي الاهلي رايح لها ياسر ريان. عدلته اصلا شمال وبيلعب النهارده يمين ياسر، وهيلعب ياسر ريان. وكابتن مصطفى حموده لسه جنب لاعب نادي الاسماعيلي، وادى اذن فعلا لطبيب واخصائي العلاج الطبيعي عشان ينزل يشوف الاصابه. النهارده في الاسبوع السادس بتتلعب غير المباراه دي 5 مباريات اخرى. مباراه شبين مع بلديه المحله، والمقاولين العرب مع الاولمبي، والمريخ مع الترسانه، والاتحاد مع القناه، والمحله مع المنصوره. ويختتم الاسبوع السادس بكره الزمالك والمصري. هيلعب ياسر ريان. كابتن شوبير راجع لجون اهو، كابتن النادي الاهلي شوبير مطمئن على فوزي جمال. وتتلعب الكره عاليه فوق محمد رمضان ومعاه فكري الصغير، تتلعب ناحيه شمال لاسامه عرابي ومعاه ايمن وتعدي الكره تطلع بره كورنر، ضربه ركنيه لنادي الاهلي. ايمن الجمل تيجي في رجله تطلع بره، هيلعبها اسامه عرابي. اسامه عرابي هيلعب الضربه الركنيه اسامه، ونزل فوزي جمال اهو وبيسقطها وبيطلع على طول وتقلش، لكن تتخطف وترجع لهادي خشبه وتترد تاني وحلوه. ايمن شوقي طبت له حلوه، خطفها لكن كان حاطط رجله معاه حمزه الجمل خليه يلعبها وهو مش مستريح وتطلع، لكن كان مستنيها ايمن شوقي. خطاف قوي في الحته دي ايمن، وطبت قدامه على طول، لكن كان حمزه الجمل حاطط رجله معاه. هنشوفها تاني اهي، 3-4 كور وادي خشبه بيشوطها وتتوقف ويا دوبك اهو على طول اهو ايمن شوقي بيصلح ومستنيها وتطلع الكوره. ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. 43 دقيقه تقريبا، وبيكلموا كابتن مصطفى حموده اهو، كلم سعفان عشان يلعب على طول. 43 دقيقه، 1 الاسماعيلي لا شيء الاهلي. هيلعبها سعفان الصقر ويلعب الكرة عالية. احمد العجوز، ابراهيم حسن، عصام عبد العال تتكعبل فيه، لكن يلعبها عند كرم جابر تاني هو وياسر ريان. ايمن الجمل ويلعبها ورا على طول تاني الكرم. فكري الصغير تتخطف محمد يوسف الحق قبل الاوت محمد، وبيهاجموا 2 لعيبه من نادي فكري الصغير وايمن الجمل، ويلعبها تطلع قبل ما تطلع الحق ياسر ريان. سن جزمه حلوه لهادي خشبه، لكن داخل مع احمد العجوز ياخدها تاني هادي، حلوه هادي، خدها حلوه هادي وماشي ويلعبها على طول تاني لمحمد عبد الجليل، وابتدى يهرب برقابه محمد ويلعبها تاني لهادي، وهجمه مرتده النادي الاهلي. يخش على طول بشير عبد الصمد عامل مجهود كبير قوي ويخطفها من قدام هادي خشبه، ويلعبها تاني لاحمد العجوز يلم احمد، وسن جزمه لكرم جابر اللي بيلعب في الحته الفاضيه فكري الصغير هو جمال السيد وماشي فكري ويغير اتجاهه على طول لكرم، تطول وتروح لهادي خشبه، يلعبها لمسه واحده على طول لاسامه عرابي. والهجمه النادي الاهلي بقت مرتده النادي الاهلي واماميه لمحمد رمضان، ويهرب بالرقابه ويلم محمد وراجع لورا اهو شويه ويلعب الكره بره رجله طويله مفيش حد ويسيبها حمزه الجمل لسعفان الصغير. سعفان كره على ماله، ماشي بيها على ماله سعفان، ورايح له ايمن شوقي اللي الكوره كده في اللعب لغايه دلوقتي. سعفان طويله، محمد يوسف واحمد العجوز بتتخطف لبشير عبد الصمد اللي لعبها بالهيد على طول ياسر ريان، راجع ورا لمحمد يوسف يرجع في حتته دلوقتي وتطلع الكوره بره قوي لمحمد يوسف، وتبقى رمي تماس لنادي الاسماعيلي. كرم جابر احمد العجوز يلم احمد وفاول على نادي الاهلي على عبد الصادق، ومديها مصطفى حموده فاول لنادي الاسماعيلي. نلعب دلوقتي في الوقت بدل الضايع قدام على الشاشه اهو، فاول لنادي الاسماعيلي. احمد عادي ياسر ريان اللي جه دلوقتي مثل انا هارس لعيبه ناحيه الشمال، العدله بتاعته ابتدى ناحيه اليمين وهيلعب احمد العجوز. ايه الفرق؟
لعبه قصيره كرم ياخدها تاني احمد العجوز. فكري الصغير ماشي فكري ماشي فكري لسه الكوره معاه بتتخطف خدها محمد رمضان وبقت هجمه مرتده لنادي قال لك العفو على الوزن يقطع قبل ايمن شوقي ويخش تطلع الكوره بره قوي على نادي كان تماس النادي الاسماعيلي. عاطف لاحمد رزق احمد بالعرض لحمزه الجمل وماشي حمزه وبيلعب الكوره بره رجله حلوه لفوزي جمال وماشي فوزي وماشي فوزي وماشي فوزي لسه الكوره معاه وعايز يشوط وشوطه بره على يمين شمال. ضربه مرمى النادي الاهلي. شوبير هو اللي بيلعب كل الضربات الثابته قدام مرماه. شوبير وتعدي خط السنتر تقريبا محمد عبد الجليل وعصام ويخطفها محمد رمضان اللي بيعمل باكورد ورا عاطف وحمزه الجمل ويخش حمزه الجمل يخطفها على طول. محمد رمضان يلم والكره عاليه وفاول على كرم جابر زي محمد رمضان. ولسه في اثنين لعيبه من النادي الاهلي واقعين محمد رمضان وايمن شوقي وتتلعب الكره طويله وجوه الجول جوه الجول حلو قوي وقف لعيبه نادي الاسماعيلي قدام الجول ولعبها على طول لمحمد عبد الجليل محمد رمضان ويحطها لحظه خروج سعفان الصغير ويجيب جول التعادل في الوقت بدل الضائع في الدقيقه 47 لنادي الاهلي محمد عبد الجليل. لكن اتلعبت على طول لعيبه نادي الاسماعيلي واقفين قدام الكوره ويلعبها على طول محمد رمضان ويلعبها من ورا ديفنس نادي الاسماعيلي لمحمد عبد الجليل اللي يغمزها فوق سعفان الصغير عشان بيحتاجوا لعيبه نادي الاسماعيلي على مصطفى حموده ومديها جون واقع لاعب نادي الاسماعيلي لسه اللي كان واقع في الملعب ونزل الجهاز الفني والاداري لنادي الاسماعيلي عشان يهدي اللاعبين. وهتشوفها تاني اهي وجوه الجون اهي لعبها محمد عبد الجليل لحظه خروج سعفان الصغير وكانت لسه لعيبه نادي الاسماعيلي واقفين حوالين الكوره ويلعبها بسرعه محمد رمضان ويجيبها جوه الجون محمد عبد الجليل. 1-1 حاجات زي كده بيبقى مهمه جدا واستفاد من خطا لعيبه النادي الاسماعيلي ده محمد رمضان اللي لعب الكوره بسرعه وبيحتاج لعيبه النادي الاسماعيلي على الحكم ان هو بيقولوا يعني زي ما واضح ان هم ما كانش لسه واقفين على 10 ياردات كان لسه في لاعب واقع لكن الحكم بيديها جون. و1-1 محمد عبد الجليل وبيطلع دلوقتي مصطفى حموده كل اللي نزلوا الملعب. شايف انا كابتن سيد عبد الرازق عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي بيهدي لعيبته برضه وكابتن اسماعيل حفني ومستر ماركوس كلهم موجودين في الملعب وادي محمد رمضان وايمن شاوي. عاصم عبد العزيز امام هو اللي كان واقع لسه الحكم مصطفى حموده بمعاونه رجال الامن بيطلع اللي كانوا نزلوا الملعب وما زال لاعبي نادي الاسماعيلي رايحين لللاين مان هو بيحتاجه. ان الكابتن مصطفى حموده ادى الكوره جون كانت اتلعبت الكوره على طول ويجيبها نادي الاهلي جون في لحظه خروج سعفان الصغير. ما زال اللعب متوقف حتى الان وكابتن مصطفى حموده متوجه لخارج الملعب اهو. كابتن علي حسين مراقب المباراه موجود ايضا وراح يكلمه اهو كابتن علي حسين وادي الجهاز الفني والاداري لنادي الاهلي وبيكلم كابتن علي حسين مصطفى حموده حكم المباراه ولسه اللعب متوقف وتملي اللعبات اللي زي دي يعني لازم اللاعبين وخبره اللاعبين بيبقى ليها دور كبير قوي. ان زي ما بقول
خبره الملعب بقى لازم تخلي اللاعبين يبقوا واخدين بالهم بالحاجات دي، سواء الفرقه اللي الاسماعيلي دي فيها الجول او النادي الاهلي اللي لعب الكوره بسرعه. لازم اللعيبه تبقى واخده بالها من الكور دي، او اللي بيبقى فيها خطوره كبيره جدا استفاد منها النادي الاهلي وما خدش باله منها لعيبه النادي الاسماعيلي، لكن هم بيحتاجوا ان هم كانوا لسه على بعد اقل من 10 ياردات. والكابتن مصطفى حموده يجيب الكوره اهو ونشوف هيعمل ايه دلوقتي. احنا بنلعب دلوقتي في الدقيقه 51 زي ما شايفين قدامنا على الشاشه، وكان الجون جه في الدقيقه 47. والضربه الموضوعيه هيلعبها لعيبه نادي الاسماعيلي، واتلعبت الكوره وترجع ورا لحسام عبد العال اللي بيلعبها ناحيه الشمال لفوزي جمال. وادي الكوره ثانيه داخله جوه الجون بتتعاد ثاني، والكوره ناحيه الشمال. قدامنا عدد كبير لسه مش شايفين قدامنا من الملعب، وماشي فاول على علاء عبد الصادق. فوزي جمال ثاني واقع على الارض فوزي، ومديها مصطفى حموده فاول لنادي الاسماعيلي. في اشتباك خفيف اهو، لكن على طول بيهدوا زملائهم. اسامه عربي كله اهو، فاول لنادي الاسماعيلي. فوزي جمال لسه واقع على الارض فوزي، وتوقف اللعب تاني مره اخرى، وبيتعالج فوزي جمال. ولاعيبه النادي الاهلي كلهم راجعين لورا واقفين قدام الكوره طبعا عشان ما يحصلش زي اللي حصل في الجول اللي جه في الاسماعيلي، قريبين من الكوره. لسه رجال العلاج الطبيعي بيعالجوا فوزي جمال اللي قام اهو فوزي، ويوقفوا مصطفى حموده على ال10 ياردات لعيبه النادي الاهلي. وفاول لنادي الاسماعيلي. حمزه الجمل واقف جنب الكوره هو فكر الصغير، لعب وفوزي الجمل بيلعبها وانتو مرتين لكن بيطلعها على طول هذه خشبه، ويصفر الحكم الدولي. الشوط الاول في لقاء اليوم بين نادي الاسماعيلي ونادي الاهلي اللي انتهى الشوط الاول بتعادل 1-1. احرز هدف نادي الاسماعيلي في الدقيقه 15 بشير عبد الصمد، وهدف نادي الاهلي في الدقيقه 47 محمد عبد الجليل. ساداتي انسات سادتي، استراحه قصيره ولنا عوده اخرى باذن الله. بسم الله لحضراتكم الشوط الثاني في لقاء الاسماعيلي والاهلي، اول وثاني الدوري حتى الان. وانتهى الشوط الاول زي ما حضراتكم شفتم بالتعادل 1-1. احرز هدف نادي الاسماعيلي بشير عبد الصمد في الدقيقه 15، وهدف التعادل لنادي الاهلي عبد الجليل في الدقيقه 47. بالنسبه للجون اللي جابه محمد عبد الجليل، يعني يمكن ده فكرنا بنفس الجون اللي جه في نادي الاسماعيلي من حوالي سنتين مع نادي الترسانه، ويمكن في نفس المكان برضه. كرة اتلعبت بسرعه وكان حصل بعض الاحتجاجات، لكن ان شاء الله هنستأنف الشوط الثاني اهو، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه الشوط الثاني فيها احسن من الشوط الاول اللي كان فيه التزام كبير قوي من لاعبي الفريقين في يمكن نصه الاولاني بخطه المدربين. وفي الشوط نصه الثاني ابتدى النادي الاسماعيلي يهاجم واستطاع ان هو يجيب الجون ويكمل بفرص كثيره صد منها شوبير 2، ولكن في اخر الشوط الاولاني ابتدى النادي الاهلي يهاجم واستطاع ان هو يجيب هدف التعادل بالكره اللي اتلعبت سريعا ووسط مدافعي نادي الاسماعيلي. كابتن مصطفى حموده بيظبط مع الاثنين المساعدين بتوعه نجيب علي واحمد شناوي، ويظبط التايم ويشوف. وفعلا ابتدى احداث الشوط الثاني واتلعبت اللعبه الموضوعيه. عصام عبد العال ما حصلش تغيير في الفرقتين، بتروح الكوره على طول ثاني لاحمد رزق اللي بيلعبها ناحيه الشمال لفوزي جمال. فوزي اسامه عرابي وبيلعب كوره طويله لاحمد العجوز، لكن طلع احمد شوبير ويطلع يمسك الكوره على خط ال 18 ويلحقها قبل احمد العجوز. شوبير واحمد العجوز واقف معاه بعيد عنه اهو، واقف معاه بعيد عنه وبيديها فاول ضربه حره غير مباشره مصطفى حموده، وهيلعبها شوبير. هل يا ترى الفرقتين هيلعبوا بنفس الطريقه اللي لعبوا بيها في الشوط الاول؟ نتيجه التعادل 1-1. هنشوف هيجي جوان، هنشوف هتستمر النتيجه كده. ده مع الاحداث هنتابع هذا اللقاء المثير والهام. تعدي كره عاطف وايمن شاوي، ويمشي شاوي ايمن يلعبها ناحيه اليمين محمد عبد الجليل، تيجي في حمزه الجمل وتطلع الكره بره قوي ترمي التماس للنادي للاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي، ابراهيم حسن رايح لها
هيلعب الكرة ابراهيم، اسامه عرابي، وماشي اسامه تتخطف منه فكر صغير وحمزه الجمل، وراح المره دي بقى بيبتدي من الاول ياسر ريان ناحيه الشمال، راحت له الكوره اهي، لكن كان في فاول على هادي خشبه زي حمزه الجمل. فاول لنادي الاسماعيلي. الماتش بينهم هم اول وثاني الدوري، و8 نقط و7 نقط. نادي الاسماعيلي 8 من 4 ماتشات، نادي الاهلي 7 نقط من 4 ماتشات. الماتش بتاعهم بيبقى مثير قوي طبعا، الفرق اللي بتلعب على القمه الماتش اللي بينهم وبين بعض بيبقى مهم جدا. احمد رزق يلعب الكوره على طول، لمسه واحده احمد العجوز لايمن الجمل. كرم جابر بيلعبها لايمن الجمل، لكن يحط رجله محمد يوسف تطلع الكوره بره. رمي التماس لنادي الاسماعيلي. هيلعبها كرم جابر الباك اليمين لنادي الاسماعيلي، بتلعب الكوره على طول ويلعبها بشير عبد الصمد وتطلع الكوره بره. كورنر نديها كورنر. جمهور ولاعيبه نادي الاسماعيلي بيقول الكوره جت في ايد جمال السيد، لكن الحكم مصطفى حموده مديها ضربه ركنيه. وتوقف اللعب شويه تاني. جاي احمد الشناوي لاين مان، هو داخل جوه نص الملعب، ولاعبي نادي الاسماعيلي وكابتن طارق السليم بيكلم لاعيبته. ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي، ولاعبي الفريقين مع كابتن مصطفى حموده. وهتتلعب الضربه الركنيه. راجع احمد الشناوي اهو، راجع مكانه، وهيلعب الكورنر بشير عبد الصمد. بشير هيلعب الضربه الركنيه بشير عبد الصمد. بشير عبد الصمد هيلعب الضربه الركنيه بشير، ولسه اللعب مستني الاشاره، لكن هو شاور فعلا. تلعب الكوره وفوزي جمال، ويطلع على طول محمد عبد الجليل لمحمد رمضان، ويخش معاه احمد رزق وفكر الصغير، وتطلع الكوره بره. تبقى رمي التماس لنادي الاسماعيلي. لعبت الكوره عند عاطف عبد العزيز، ويخش احمد ابراهيم حسن لمحمد رمضان ومعاه عصام، وفاول على عصام عبد العال. ايمن شاوي بيلعب الكوره لمحمد عبد الجليل، وبيعدي محمد وتطول الكوره ياخدها حمزه الجمل. ومحمد عبد الجليل في الكوره اللي فاتت المشتركه مع كرم جابر، وكرم بيلعبها على طول لفكر الصغير، وتخش كوره لابراهيم حسن اللي بيلعبها لايمن شاوي، يرجعها تاني لابراهيم، ويطلع الكوره بره اوت علشان يدي فرصه لعلاج محمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل لسه واقع في الارض اهو، جايب جول نادي الاهلي في الدقيقه 47 من الشوط الاول، وبشير عبد الصمد جول الاسماعيلي في الدقيقه 15. واللعب باين عليه في الشوط الثاني كده في بعض العصبيه شويه، مفيش شك هيأثر على الاداء. اول ما يبقى في عصبيه كده في الاداء بيأثر على الناحيه الفنيه شويه، وبنفس الروح الرياضيه العاليه بيرجعها فوزي جمال لابراهيم حسن، ان هو كان طلع الكوره عشان يدي فرصه لزميله اخلاق الملعب بقى الجميله. وتتلعب الكوره لهادي خشبه. جمال السيد، جمال ماشي جمال وبالعرض بيلعبها ناحيه شمال محمد يوسف. محمد ويلعب الكوره اماميه، يقطع على طول كرم جابر. عصام عبد العال تتخطف من عصام، لكن يلحقها تاني احمد العجوز، واحمد وترقيصه تتاخد منه، لكن ياخدها احمد رزق بباصه لفوزي جمال. فوزي جمال الباك الشمال وكابتن فريق نادي الاسماعيلي بيلعب كوره طويله رايه وصفاره. احمد الشناوي رايه، ومصطفى حموده صفاره، واوف سايد بشير عبد الصمد. هادي خشبه ايمن شاوي، ويخش معاه عاطف عبد العزيز، وفاول على نادي الاسماعيلي. فاول على نادي الاسماعيلي، وبياخد اذن محمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل بياخد اذن عشان ينزل، وادي لسه ايمن واقع على الارض. ومعانا اهو اللاعبين موجودين، واحمد عاشور معانا المصور بتاعنا في الوحده 11، واخد ايمن شاوي وكوره ثانيه بتتعاد اهي استاذ امام عبد الله. كوره ايه وباينه فاول على عاطف عبد العزيز. اسامه عرابي ويلعب كوره طويله، حمزه الجمل بيطلع على طول، ياخدها ياسر ريان. ياسر لمسه واحده لاسامه عرابي،
وماشي اسامه بيلعبها لياسر، وماشي ياسر وماشي ياسر وتتخطف منه كوره ياخدها بشير، ياخدها بشير وماشي بشير وماشي بشير وماشي بشير، وهجمه مرتده النادي الاسماعيلي بيلعبها قصيره لفوزي جمال وابراهيم، ابراهيم بيقطع على طول ورايه وصفاره. كان في لاعب محمد رمضان جاي من الاوف سايد، نجيب علي رايه ومصطفى حموده صفاره وكان اوف سايد. بتلعب كره طويله لكن على طول شوبير يطلع قبل فكر الصغير ويطلع يمسك كره حلوه كان فيها خطوره لو اتاخر شويه. محمد عبد الجليل اسامه عرابي ويلعبها على طول تاني لهادي خشبه تطول منه حمزه الجمل، وماشي حمزه وماشي حمزه وماشي حمزه وتقدم لقدام حمزه والكره لسه معاه وبيلعب الكره بسن جزمه لكن تتخطف منه وياخدها على طول محمد رمضان. هادي خشبه والهجمه بقت مرتده لنادي الاهلي وتطول اسامه عرابي يلعبها حلوه ما يلحقهاش ايمن شوقي، ما يلحقهاش ايمن شوقي وتبقى رمي التماس لنادي الاسماعيلي. ابتدى يهدى اللعب شويه والعصبيه اللي كانت مبتدي بيها الشوط الثاني الفرقتين قلت، يبقى كده هنتفرج على كوره. اول ما يبقى في عصبيه في الاداء كده يبقى اللعب ما بيبقاش فيه الناحيه الفنيه، بيبقى فيه ناحيه عصبيه شويه بتاثر على الاداء. اتلعبت الكره على طول جامده الباصه لكن تترد ورجعها تاني ايمن الجمل وفاول على محمد عبد الجليل. تلعب الكره على طول احمد العجوز واحمد بيلعبها قصيره لعصام عبد العال وماشي عصام وماشي عصام وماشي عصام وبيلعبها تاني لاحمد العجوز وماشي احمد بسن الجزمه بيلعبها قصيره يخطفها من ورا ياسر ريان كان جاي راجع ورا يساعد محمد رمضان. محمد عبد الجليل والنادي الاهلي بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه دلوقتي عن الشوط الاول. محمد عبد الجليل وشوطه قلشه وهو بيشوط الكوره لبت على الارض كده وتطلع الكوره بره وبيتاسف لزمايله وتبقى ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. النادي الاهلي شايف انا بيهاجم بعدد كبير من لعيبته شويه يعني كتير قوي عن الشوط اكتر من الشوط الاول، ونادي الاسماعيلي ايضا بيهاجم برضه عايز يجيب اجوان فعشان كده هنستمتع بهجمات على طول هنا وهنا، واعتقد هتبقى زي الشوط الاول يعني هجمه هنا والرده الثانيه الناحيه الثانيه على طول. كره طويله ابراهيم محمد عبد الجليل اسامه عرابي وبياخد له مكان ابراهيم ولمسه واحده تتقطع يخش ابراهيم يخطفها لهادي خشبه وهادي لسه الكره مع هادي ويلعبها بالعرض تاني قصيره لياسر ريان يرجع لمكانه اهو وبياخد الكره في الحته الفاضيه وبيعدي وتطول منه الكره لكن مغطي حمزه الجمل ويخش معاه وتيجي الكره في رجله وتطلع بره ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي ياسر ريان وبيندهله الحكم مصطفى حموده وبيحذره ان هو بعد الكره بعيد شويه وضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. اول كره يجري بيها يفتح بيها النهارده ياسر ريان الحته بتاعته وخدها على الحته الواسعه لكن داخل حمزه الجمل مغطي وتطلع الكوره بره ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. برضو اللاعب لما بيلعب في حتته بتفرق كتير وتملي بيروح على الحته اللي هو بيحب يروح فيها. محمد يونس من النادي الاسماعيلي بيسخن وزي ما قلنا مفيش تغيير في التايم بين الفرقتين. وفوزي جمال بيلعب كره طويله جمال السيد بيقطعها على طول بباصه ترجع له تاني ويلعبها لفكر الصغير بسن الجزمه بيلعبها لاحمد العجوز لايمن الجمل ويخش بيها على طول عصام لاحمد رزق. احمد رزق بيلعبها اماميه لفكر الصغير وفكر ماشي وقرب بيها على الجول وشوطه تترد وتروح لابراهيم حسن على طول. عصام عبد العال هدوا بباصه على طول لفوزي جمال وبيهاجموا اسامه عرابي وماشي فوزي ويلعبها لاحمد العجوز وداخل احمد وبيسقطها على صدره بعقل قوي ياخدها على عبد الصادق وباصه لمحمد عبد الجليل. اسامه عرابي وهجمه مرتده النادي الاهلي وماشي مع بشير عبد الصمد ويلعب الكره بالعرض عاليه لايمن شوقي وشوطه ضعيفه ياخدها على طول احمد رزق لكن منقوله حلوه قوي من اسامه عرابي الكره اللي فاتت. كرم جابر بالعرض على طول تاني بيلعبها لاحمد رزق اللي بيكمل دلوقتي لقدام قصيره لاحمد العجوز وماشي احمد لسه كوره معاه بشير عبد الصمد تتخطف منه محمد عبد الجليل ويعدي من عصام محمد وماشي ويلعبها في الحته الفاضيه لايمن شوقي وعاطف عبد العزيز والاوفر عاليه وسعفان قبل محمد رمضان. اللعبه بتاعت النادي الاهلي دي تروح ناحيه اليمين او الشمال وتتلعب بالعرض لايمن شوقي او محمد رمضان. فكري صغير وماشي فكري وبيلعبها في الحته الفاضيه لايمن الجمل وماشي ايمن وتطول الكوره ياخدها علاء عبد الصادق ابراهيم حسن اسامه عرابي وابراهيم حسن والنادي الاهلي بينقل الكوره دلوقتي عشان يبتدي الهجمه من ورا.
والرقابه قلت شويه من لعيبه نادي الاسماعيلي على لعيبه نادي الاهلي عن الشوط الاول، عشان دلوقتي ملتزم بالناحيه الهجوميه اكتر. فوزي جمال فوزي جمال فوزي جمال فوزي جمال، ولسه الكوره معاه واحمد العجوز، وشوطه بره مسحها لنفسه وشايطها احمد العجوز اهي، لكن بعيده كانت متطرفه يمين شويه وتطلع الكوره بره. ضربه مرمى لنادي الاهلي. 12 دقيقه تقريبا وما زالت النتيجه تعادل 1-1. جه الهدفين في الشوط الاول، بشير عبد الصمد ومحمد عبد الجليل. كاميرا في الملعب النهارده موجوده اهو، حازم قدامنا، وهتذيع النهارده على القناه الثالثه الساعه 10، ومعانا من اذاعه الشباب والرياضه كابتن اشرف شاكر واستاذ حسام فرحات. ويلعب الكره على طول محمد رمضان لايمن شوقي، لكن متاخر ايمن وتطول الكره تروح لسعفان الصغير. سعفان بايده على طول جاي له فوزي جمال، ورايح له اثنين لعيبه اسامه عربي ومحمد رمضان، ويلعبها في الحته الفاضيه لاحمد رزق، يخش معاه ابراهيم وتطلع الكوره بره او ترمي التماس لنادي الاهلي. دخله جامده فيها جديه ورجوله من وادي حماده يونس. اول تغيير في نادي الاسماعيلي عاطف عبد العزيز، وينزل مكانه حماده يونس، كان بيلعب في النادي الاهلي قبل كده حماده، وبقاله موسمين بيلعب مع نادي الاسماعيلي. اول تغيير للنادي الاسماعيلي. اتلعبت الكوره على طول لجمال السيد. جمال هادي خشبه وماشي هادي وبيلعب الكوره طويله، لكن بيقطع على طول عصام عبد العال من اللعيبه اللي عامله مجهود كبير قوي عصام، ويلعبها في الحته الفاضيه جمال السيد، تتقطع وتترد تاني النادي الاسماعيلي. احمد العجوز ويلعبها في الحته الفاضيه، لكن يطلع تاني شوبيرو وتعدي منه، لكن مغطي ياسر ريان، سرعته فايده جدا يا ولد، لعيبه حلوه قوي ياسر. كان رايح هو وجون فكري الصغير، بيقطع لقدام كويس قوي فكري، وترجع تاني لكرم جابر، والماتش شد شويه اهو. احمد العجوز لسه الكوره معاه، ويخش كرم ويغير اتجاهه تاني كرم، ويلعبها ناحيه اليمين ايمن الجمل. ايمن ومحمد يوسف الاثنين كانوا في المنتخب الاولمبي، وشوطه جامده تترد تاني ورا ويسيبها عشان ياخد اوت نادي الاسماعيلي. ضربه ركنيه ايمن الجمل سايبها اهو، رايح لها بشير عبد الصمد اخصائي الضربات الركنيه من ناحيه اليمين مثل انان هارس، قاعد بمحاذاه فرقته دلوقتي، يعني واقف قدام الديفنس بتاعه وبيكلم الديفنس على طول اهو مثل انان هارس. وبشير عبد الصمد الضربه الركنيه واللفه بتاعته، لكن بيطلع على طول جمال السيد. عصام عبد العالي اللي معاه حلو قوي قدام محمد رمضان. احمد العجوز وماشي احمد بيعدي من هادي خشبه، كوره معاه وشوطه جامده بره على يمين شوبير. عامل مجهود كويس وعمل الجول الاولاني لعيبه حلوه قوي لبشير عبد الصمد، واللي بيمثل الخبره في فريق نادي الاسماعيلي احمد العجوز، هو العجوز بتاع الفرقه. ابراهيم حسن وبيهاجم بشير عبد الصمد، وكره طويله على طول بيقطع حماده يونس بيسيبها لسعفان الصغير. فاكرين ان ايمن شوقي هيجري الجمهور، وادي بدلاء نادي عادل عبد الرحمن اهو وفيليكس، هما الاثنين اللي بيسخنوا مستر الان هارس والكابتن شوقي عبد الشافي، قدامهم الاذن للتسخين. وحمزه الجمل تدي الهجمه واللعب هادي شويه، وكره على الارض يقطعها في السكه محمد عبد الجليل لايمن شوقي لمحمد عبد الجليل، وقاطع لقدام وفاول على حمزه الجمل. فاول للنادي الاهلي ومن مكانها اهو. وطبعا لعيبه الاسماعيلي دلوقتي راحوا جنب الكوره بقى عشان ما تتلعبش بسرعه تاني. حصلت قبل كده نادي الترسانه والمره دي النهارده، ولازم بقى يعني يخلي بالهم من الحاجات زي كده اللعيبه كلها، يعني درس بقى النادي الاسماعيلي لكن لكل الانديه. وابراهيم حسن بره شوطه جامده بره، ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. الجهاز الفني والاداري لنادي الاهلي، وادي ابراهيم حسن شاط الكوره بره، ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. 15 دقيقة ونص تقريبا، داخلين على الدقيقة 16 وما زالت النتيجة تعادل 1-1 الإسماعيلي والأهلي. ماتش مهم قوي، وزي ما بقول الأول والثاني النقطة فيه بتفرق كتير قوي. تلعب الكورة إبراهيم حسن يرد على طول، لكن يقطعها في السكة فكر الصغير، ويلعبها في الحتة الفاضية لبشير عبد الصمد.
وماشي بشير وغير اتجاهه تاني وبيلعب الكره سقطه لفكر الصغير، وجمال السيد بيقطع قدامه على طول بشير. عصام عبد العال وماشي عصام ويلعبها لاحمد العجوز اللي بيسقط لورا كتير دلوقتي، وشوطه جامده في ايد شوبير، ويعلاها في الارض شويه برده عشان يبلوكها، انها كوره عامله بند على الارض وتبقى فيها خطوره. بيسقط لورا ويستلم دلوقتي احمد العجوز وبيشوط من بره 18، ثالث واحده لغايه دلوقتي بيعملها. اسامه عرابي وجاي له ابراهيم اهو بيلعبها له في الحته الفاضيه، وماشي ابراهيم بيلعبها له احلى، وماشي اسامه ومفيش حد معاه وبيلعبها في الحته اللي فاضيه وترجع له تاني، وشوطه بره بتاعت اسامه عرابي وضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. خد الكره اللي فاتت كان يقدر يمشي بيها اسامه، لكن لعبها في الحته الفاضيه لايمن شوقي وتتقطع منه وتترد له والشوطه تطلع بره. هدي اللعب شويه، والمتفرجين في المدرجات هديوا برده، واللعب في نص الملعب اكتر، لكن رتم المباراه مش سريع زي الشوط الاول، وما فيهوش الجديه والاداء القوي زي الشوط الاول. سعفان الصغير، جمال السيد نط فوق يقطع، اسامه عرابي، محمد يونس خطف منه حمزه الجمل يرد على طول ببطن رجله عشان يضمن، محمد يوسف صد رده ويلعبها لمحمد رمضان، محمد يغير اتجاهه وبيهرب من الرقابه وراجع لورا لاسامه عرابي. اكتر واحد بيمسك الكره في فريق النادي الاهلي عصام عبد العال اللي بيلعب مع محمد عبد الجليل برده، واللي بشير عبد الصمد وماشي بشير ومعاه بيلعبها حلوه هادي لمحمد عبد الجليل تتخطف منه، ياخدها احمد العجوز، شوف راجع لفين احمد، ويلعبها في الحته الفاضيه لحمزه راجعها له تاني، واحلى يلعبها لعصام، وثلاث اربع نقلات للنادي الاسماعيلي. حمزه الجمل، حماده يونس، وعلى الارض اماميه فكري الصغير لكن لعيبه النادي الاهلي دلوقتي برضو ملتزمين بالرقابه اكتر من الشوط الاول، من لاعبي نص الملعب ماسكينهم اكتر دلوقتي عن الشوط الاول، كانوا متسابين اكتر شويه وبيلعبوا بسهوله. ظاهر مثل الان هاريس والحاجات اللي كتبها قدامنا دي شفناها كانت كلها خاصه بكده، يعني فرض الرقابه على لعيبه نادي الاسماعيلي بالذات لعيبه نص الملعب. وثلاث نقلات اربع نقلات لاحمد العجوز وبيلعبها في الحته الفاضيه، لكن جمال السيد يتوقع ويسد قطعها حلوه وعمل فاول في احمد العجوز. لعبها حلوه قوي احمد العجوز، لكن اراها جمال السيد حلوه قوي كان هينفرد تماما بجول فكر الصغير. بيلعب كور بينيه خطره جدا جدا احمد العجوز. فاول لنادي الاسماعيلي، هيلعبها حمزه الجمل وشوطه جامده بيردها على طول جمال السيد تاني لحمزه الجمل، وكوره مشتركه بين حماده يونس وايمن شوقي. ايمن ويلعبها في الحته القريبه لمحمد يوسف، وهجمه النادي الاهلي محمد، ويلعب كوره اماميه طويله طلع لها سعفان قبل محمد رمضان. ايده على طول عصام عبد العال، احمد رزق، ويسقط الكوره لفوزي جمال، وماشي فوزي عصام عبد العال وبيفتح اللعب للنادي الاهلي مقفل ورا كويس، ويلعب الكره طويله على صدر احمد العجوز اللي هو ماسك اكتر واحد بيمسك الكره دلوقتي في نادي الاسماعيلي، وحلوه لايمن الجمل لكن تتخطف، خدها ابراهيم وياخدها بشير عبد الصمد الثاني، وفاول على بشير عبد الصمد. كابتن سانتوس ده من مسؤول هنا العلاقات العامه ومع رجال الاذاعه والتلفزيون ورجال الاعلام هنا في استاد الاسماعيليه، كان لاعب قديم في نادي الاسماعيلي، وفاول لنادي الاهلي. الكره اللي فاتت كانت كره حلوه قوي ثلاث نقلات لكن تتقطع، وابتدى برضه ياخد طابع المباريات، طابع المباراه دلوقتي طابع احسن شويه، لكن بحرص شديد قوي من المدافعين الفرقتين، مقفلين كويس قوي الفرقتين. ابراهيم حسن، ويلعب كره طويله محمد عبد الجليل وعصام عبد العال معاه على طول مش سايبه، وتطول الكره وتبقى ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. ضربه مرمى النادي الاسماعيلي. سعفان ترقب هو في الملعب، 1-1 حوالي 20 دقيقة الشوط الثاني، والتعادل 1-1. وسعفان الصغير بيلعب كرة طويلة عالية بشير وابراهيم ويتاخد بينهم، لكن تروح لهادي خشبة اللي يغير اللعب ناحية الشمال على طول. كرم جابر وياسر ريان، يسيبها كرم عشان ياخد نادي الاسماعيلي اوت. الرقابة بقى بتاعت المهاجم، يعني عندنا 2 راس حربة في نادي الاسماعيلي و2 راس حربة في نادي الاهلي. الرقابه بتاعتهم يبقوا حوالين ال 18، اللي بيهرب ورا بتبقى طبعا فرصه كبيره قوي ان هو يبعد عن منطقه الخطره بتاعته، فما بيصدق المدافعين ان هو يهربوه بره ال 18. تمالي الفرد كويس يهرب من الرقابه جوه ال 18. فاول النادي الاسماعيلي احمد رزق،
هيلعب الفاول وبيرجعها ورا لحمزه الجمل. مدفع نادي الاسماعيلي زي هادي خشبه كده في نادي الاهلي، وبيلعب لاحمد رزق وماشي احمد وشوطه جامده بره ضربه مرمى لنادي الاهلي. لسه ما فيهاش اتقان شويه الضربات، وادي ماركوس على طول هو واسماعيل حفني، وراجع احمد رزق اللي شايط الكوره بيلعب ستوبر احمد، ماسك محمد رمضان وراجع للمهمه بتاعته على طول. عادل عبد الرحمن بيسخن ايضا من نادي الاهلي. جمال السيد، جمال ويلعب كره طويله محمد رمضان ويطلعها على طول احمد رزق، لكن ياخدها محمد عبد الجليل لمحمد رمضان. احمد رزق يلعبها وتيجي في محمد عبد الجليل وتطلع الكوره بره. عادل عبد الرحمن اهو بيشاور للحكم عشان النادي الاهلي يعمل التغيير الاول. اعتقد يمكن نشوف هيخرج مين، نشوف مين هيخرج. طالع اسامه عرابي وهيلعب مكانه عادل عبد الرحمن. اول تغيير النادي الاهلي، اسامه عرابي خارج وهيلعب مكانه عادل عبد الرحمن، وبقى كل فرقه عامله تغيير. عادل عبد الرحمن بقى له فتره طويله ما لعبش، كان بيلعب في منتخب مصر وراح كاس العالم. وادي بدلاء نادي الاسماعيلي ايضا، عماد سليمان عمده وكابتن النادي الاسماعيلي بيسخن، وهو معاه زي ما احنا عارفين سيد السويركي وايهاب جلال وعماد سليمان وقادر لطفي. وهجمه النادي الاهلي تتلعب طويله لكن بيقطع على طول فوزي جمال، وكره خطره ويخش على طول سعفان يطلع كوره. رامي التماس للنادي الاهلي عادل عبد الرحمن، اول كره تجيله اهو هيلعبها اوت. عادل يسيبها لابراهيم حسن، ابراهيم حسن ويلعب الكره على طول ناحيه اليمين محمد عبد الجليل، وتطلع الكره تاني بره اوت من عصام عبد العال. معاه محمد عبد الجليل على طول، محمد عبد الجليل عصام عبد العال، عصام عبد العال محمد عبد الجليل، الاثنين مع بعض على طول. وقربت شويه الاوت من رايه الكورنر زي ما احنا شايفين. ابراهيم حسن وعايز يلعبها اهو زي الكورنر بالظبط، ويلعبها طويله عاليه، وحمزه الجمل يرد لهادي خشبه اللي يلم وشوطه جامده تيجي في حمزه الجمل وترجع تاني لعصام عبد العال. عصام فكر الصغير وتتخطف منه كوره يطلعها بره هادي خشبه. رامي التماس لنادي الاسماعيلي. رامي التماس هيلعبها فوزي جمال. حمزه الجمل، حمزه الكوره جامده عاليه عند احمد العجوز ويخش على طول ايمن الجمل، لكن علاء عبد الصادق يقطع ويتقدم لقدام وماشي علاء لسه الكوره معاه، وكوره طويله بيلعبها محمد عبد الجليل. يا لحظه خروج سعفان يلعبها، لكن تيجي في سعفان ويمسكها حلوه خطره جدا جدا محمد عبد الجليل الكوره اللي فاتت، لكن يلحقها سعفان حلوه الكوره اللي فاتت. ترد الكوره على طول تاني لفوزي جمال، يلم فوزي فاول على عادل عبد الرحمن. منظره نازل كده بيلعب مع فوزي جمال وانذار لفوزي جمال. انذار لفوزي جمال في الدقيقة 24 من الشوط الثاني. انذار هنشوفها تاني اهي. الكرة اللي فاتت اهو ملعوبة حلوة قوي لمحمد عبد الجليل ومنفرد تماما اهو. سعفان طلع مظبوط بيغمزها ساعة ما كان خارج، لكن طالع مظبوط وطلع كرة حلوة، وعصام عبد العال بيلمها لما احلى. كانت كرة خطرة جدا، الكور البينية الأمامية دي بيبقى فيها خطورة قوي. انذار لفوزي جمال، ولسه بدلاء برضه نادي الإسماعيلي بيسخنوا اهو قدامنا، وفاول هيلعبوا حمزة جمال. وبيسقطها عالية فوق وطالع شوبير ويمسك الكرة على طول من قدام أيمن الجمل. أيمن شوبير بيلعبها طويلة، محمد عبد الجليل تتخطف منه فكري صغير وماشي فكري، لسه كرة معاه ومش سايبه هادي خشب، ويلعبها في الحته الفاضيه لايمن الجمل والكرة معاه وبيلعب الكرة بالعرض خطره. يا احمد العجوز راح لها ولعبها ايه وظبطش نفسه على الزاويه وتطلع الكرة بره، لكن راح لها كويس. هنشوفها تاني، هي الباصه بالاول هي اللي حلوه لايمن الجمل، بينيه من ورا محمد يوسف ويلم الكرة اهو، وشوف عامل فولو جامد عليها احمد العجوز اهو، ويلعبها بس ما كانش شايف الزاويه فين، وحاطط رجله معاه جمال السيد برضه ما خلوش يلعبها على راحته. وكره طويله وتترد تاني على طول فكر الصغير، وفاول على هادي خشب.
فاول على هادي خشبه، وتتلعب الكوره الفاول على طول. فوزي جمال، فوزي احمد العجوز، وماشي احمد وبيلعب الكوره طويله عند فوزي جمال، وبيرجعها جمال السيد لشوبير. لعبها حلوه قوي قوي جمال في حته خطره جدا، لكن اتصرف فيها بسرعه قوي، وحماده يونس بيرد بره او اترمي التماس لنادي الاهلي. لعبها حلوه قوي جمال السيد، كانت حته خطره جدا، لكن لعبها كوره كويسه. وفيليكس برضه بيسخن اهو. نادي الاهلي هيعمل التغيير الثاني اللي جايب الورقه معاه اللي هيغير بيها، وتتلعب الكوره لهادي خشبه. كوره طويله بيلعبها محمد يوسف، ويخش يزحلق على طول حمزه الجمل، تروح لكرم جابر باك اليمين لنادي الاسماعيلي. كرم وماشي كرم وماشي كرم وماشي كرم، ويلعبها لاحمد العجوز وتتخطف من احمد، طلع اوت الناحيه الثانيه وما يلحقهاش عادل عبد الرحمن، وتبقى رامي التماس لنادي الاسماعيلي. التغيير الثاني هنشوف مين اللي خارج. محمد رمضان، وهيلعب مكانه فيليكس. اول ماتش رسمي يلعبه يعني اللعب قبل كده، بيلعب هو تملي الشوط الثاني، بيلعب تملي فيليكس الشوط الثاني، وبيغير اهو بعد محمد رمضان. النادي الاهلي عمل تغييرين، ومستر الان هاريس بيغير التغيير الثاني طبعا عشان ينزل لاعب ثاني فريش. ماتش مهم بالنسبه له، نتيجته بالنسبه له مهمه. ايمن الجمل، فكره الصغير، وماشي فكري، وماشي فكري لسه الكوره معاه، لسه الكوره معاه، ويلعبها قصيره 3 نقلات. طبعا النادي الاسماعيلي، والنقله الرابعه لايمن الجمل، لكن يقطعها ياسر ريان اللي بيلعب ساقط لورا دلوقتي. ياسر ومع ايمن الجمل مش سايبه، لكن ياسر معاه الكوره، بيغير اتجاهه. ياسر لسه الكوره معاه، لسه الكوره معاه مش سايبه ايمن الجمل، وتطلع الكوره كوره. ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي، عمل فيها مجهود كبير قوي ايمن الجمل، وتبقى ضربه ركنيه من ناحيه اليمين اهو. رايح لها بشير عبد الصمد، رايح لها بشير، وهيلعب الضربه الركنيه بشير عبد الصمد، وعامل الكره لفه عاليه بيطلعها هادي خشبه، لكن تروح لفكري الصغير. فكري وبيلعبها في الحته الواسعه لاحمد العجوز هو وهادي خشبه، وبيلمها كوره، بيلمها تاني، لسه الكوره معاه وداخل بيها ال 18، داخل بيها ال 18 وشوطه جامده، لكن تيجي في الدفاع وترد تاني، بيلعبها حلوه لبشير عبد الصمد، وبشير بيلم وشوطه جامده تيجي في لاعب من النادي الاهلي وتطلع كورنر، تيجي في محمد يوسف وتطلع كورنر، وكورتين من النادي الاسماعيلي، وتروح ضربه ركنيه ثانيه هيلعبها فكري الصغير. فكري الصغير هيلعب الضربه الركنيه، هيلعب ويلعبها شوطه جامده قلشه وتطلع بره، ضربه مرمى لنادي الاهلي. خدها على طول على الطاير، لكن ما كانش ظابط رجله، وتطلع الكوره بره بعيده، ضربه مرمى لنادي الاهلي. شوبير الكوره اللي بالعرض بيبقى فيها تملي خطوره من الفرقتين، وكوره عاليه يرد فوزي جمال. احمد العجوز ويلم قبل هادي خشبه، يلم ويلعبها في الحته الفاضيه، لكن بيشيل متاخر مع ابراهيم، مش سايب ابراهيم، يلم الكوره ويلعب الكوره بره اوت، رمي التماس لنادي الاسماعيلي. ضغط الاسماعيلي دلوقتي، والنادي الاهلي عمل تغييرين، خرج اسامه عرابي ولعب مكانه عادل عبد الرحمن اللي واخد واجب دفاعي، بيلعب عشان فوزي جمال ما يتقدمش، وفيليكس بيلعب مكان محمد رمضان. فوزي جمال وبيلعب الكوره جاي له ايمن الجمل ومعاه جمال السيد، وتطلع منه بره اوت تاني. والنادي الاهلي دلوقتي بيلعب مدافع اكتر منه مهاجم، يحافظ على النتيجه 30 دقيقه 1-1، ورامي التماس لنادي الاسماعيلي. فوزي جمال، ايمن الجمل، فوزي جمال وفوزي عصام، احمد رزق، وبيلعبها في الحته الفاضيه لايمن الجمل وعادل عبد الرحمن، ايمن وعادل، وبيلعب كوره عاليه ما فيش الا ياسر ريان ومحمد يوسف، لعبها محمد يوسف لياسر ريان اللي تتقطع منه كوره وتروح لاحمد العجوز، لعبها باليد وبيديها فاول على احمد العجوز، بيديها فاول على احمد العجوز، اتلعبت الكوره على طول لمحمد عبد الجليل. عادل عبد الرحمن اللي بيغمز الكوره بيلعبها لمحمد عبد الجليل، وماشي محمد وبيلعبها في الحته الفاضيه لعادل عبد الرحمن، وماشي عادل وبيشوط شوطه بالعرض خطر، لكن حمزه الجمل يا ولد طلع كوره حلوه، كانت خطره جدا للنادي الاهلي. الكوره اللي فاتت عملت هجمه مرتده سريعه، وترد الكوره لبشير لفكري الصغير، وتتخطف منه بفاول، وفاول لنادي الاسماعيلي. اتلعبت الكوره على طول لكرم جابر اللي بيلعب في الحته الفاضيه، لكن علاء عبد الصادق يقطع،
علاء عبد الصادق يقطع وتروح الكرة لابراهيم حسن. عادل عبد الرحمن، عادل وبيلعب الكرة اماميه لايمن شوقي ومعاه حماده يونس يقطعها من قدامه حماده ويخش على طول جمال السيد يطلع الكرة بره. رمي التماس لنادي الاسماعيلي وهيلعبها احمد رزق. حصل تغييرين، عادل عبد الرحمن وفيليكس زي ما بقول في الشوط الثاني نادي الاهلي، وتغيير واحد في نادي الاسماعيلي عاطف عبد العزيز. وماشي فوزي جمال لكن يحط رجله في السكه ابراهيم حسن ويقطع الكوره وتطلع الكوره بره، تبقى رمي التماس لنادي الاسماعيلي. فوزي جمال ويلعبها على طول تاني لاحمد رزق ورا عصام عبد العال، وعصام بيلعب الكوره طويله لكن محمد يوسف يقطع على طول. ياسر ريان، ياسر وماشي ياسر وبيلعب كوره طويله لفيليكس، اول كوره تجيله فيليكس وماشي وبيلعب الكوره طويله عاليه يخش حماده يونس ويلعبها بالعقل حلوه لفكري وفكري لاحمد رزق، ويبتدي هجمه نادي الاسماعيلي لاحمد العجوز وماشي احمد وبيعدي من هادي خشبه لسه الكوره معاه وبيلعب الكوره بره، لكن ابراهيم حسن يا ولد ابراهيم الكوره كانت خطره جدا رايحه لبشير عبد الصمد وبشكل خطوره كبيره قوي على فكره. احمد العجوز الصاد بتاعته البينيه، لكن ابراهيم حسن برضو قطع كوره خطره جدا كانت رايحه لبشير، وهجمه لياسر ريان وماشي ياسر وبتتخطف منه كوره وهجمه ثانيه. شوف النقله سريعه ازاي وتروح ثاني على طول عصام عبد العال اللي يلعبها قصيره لاحمد العجوز، واحمد العجوز يلعبها له ثاني لعصام وماشي عصام ويلعبها بينيه لفكري الصغير وماشي فكري ومعاه علاء عبد الصادق يطلع الكوره بره. واقع لاعب من نادي الاهلي اعتقد ان هو ياسر ريان، ياسر ريان رايح له سعفان الصغير وبيطلب فعلا العلاج اهو الكابتن مصطفى حموده. وقدامنا تغييرين، عادل عبد الرحمن وفيليكس لعب مطرح اسامه عرابي ومحمد رمضان، وعاطف عبد العزيز لعب مكانه حماده يونس من نادي الاسماعيلي. تعليمات اهي على طول ووقفه ثانيه وعلى ساعتي حوالي 33 دقيقه 1-1. نادي الاسماعيلي من 4 مباريات 8 نقط، نادي الاهلي من 4 مباريات 7 نقاط، ونتيجه النهارده الفرقتين مستنيينهم، و5 مباريات اخرى بتتلعب النهارده، وبكره مباراه الزمالك والمصري. وبننتهز الفرصه دي ونتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي ونادي الزمالك في مبارياتهم يوم الجمعه والسبت القادم، مباراه الذهاب في دور قبل نهائي للانديه ابطال الدوري والكاس. اتلعبت الكوره على طول وتترد الكوره تاني لكرم جابر الباك اليمين للنادي الاسماعيلي كرم، وبيلعبها في الحته الفاضيه يلحقها ايمن الجمل قبل ما تطلع اوت، ويلعبها تاني لكرم يصلح ويرفع الاوفر عاليه طويله عند بشير عبد الصمد، تعدي الناحيه الثانيه مع عادل عبد الرحمن اللي نازل فعلا تغيير مستر الان هارس عشان يزود الناحيه الدفاعيه، وترد الكوره عند عادل عبد الرحمن لمحمد عبد الجليل وبيعدي محمد وبيلعبها بكعب رجله لعادل عبد الرحمن. عادل هادي خشبه فيليكس اللي بيغمزها عاليه لهادي لكن تيجي فيه وترجع له تاني ويلم هادي 3 نقلات وترجع لعادل عبد الرحمن. محمد عبد الجليل ويزحلق حماده يونس ويطلع الكوره بره. رمي التماس لنادي الاهلي، وادي حماده يونس هو حمزه جمل الاثنين طوال الاثنين، بيلعب حماده يونس مان مع دلوقتي مع فيليكس، اتلعبت الكوره على طول لهادي خشبه لابراهيم اللي بيلعب كوره لفه حلوه ويطلع على طول سعفان يمسكها قبل كرم جابر. عصام عبد العال وفيليكس لمسه واحده على طول بيلعبها لايمن الجمل وفاول شادد رجله هادي ومديها هيديله انذار لهادي خشبه. الدقيقه 35 الشوط الثاني انذار. في انذارين في نادي الاسماعيلي، عاطف عبد العزيز وفوزي جمال، وهنا في هادي خشبه وحمزه الجمل هيلعب ايه الفاول هو واحمد رزق، وبيلعبها حمزه عاليه ساقطه وعلاء عبد الصادق لكن بيلعبها ايمن الجمل مفيش حد تاني الناحيه الثانيه. ابراهيم حسن ويعدي من بشير عبد الصمد وفاول اتلعبت الكوره على طول لعادل عبد الرحمن. عادل هادي خشبه وماشي هادي ياسر ريان
ويلعب الكره اماميه محمد عبد الجليل ومعاه حماده يونس المره دي، تخطف منه على طول وياخدها كرم جابر الباك اليمين للنادي الاسماعيلي. احمد العجوز وعايز يلعبها على طول لكن داخل معاه علاء عبد الصادق ويقطع ياسر ريان. ياسر واوفر عالي عند ايمن شوقي. ايمن شوقي فوزي جمال وفاول على فوزي جمال. يديها فوزي جمال فاول عليه وهيلعب الفاول عادل عبد الرحمن. علي بهادر واخده من فوق اهو. واحده 11 معانا والفاول وهيلعبها عادل عبد الرحمن عاليه ويطلع على طول حمزه الجمل لايمن الجمل. ايمن وماشي ايمن وهجمه مرتده النادي الاسماعيلي لكن ابراهيم حسن بيرد وترجع الثاني كره لحمزه الجمل. في رايه وصفاره لكن الحكم بيقول يلعب، بيقول ان نجيب علي يلعب ان راحت لواحد من النادي الاسماعيلي يوادي الجهاز وتعليماته اهو عشان اي هجمه الوقت بقى حساس شويه. واحمد العجوز بيلعبها حلوه قوي الكره اللي فاتت يلم على عبد الصادق لعادل عبد الرحمن اللي نازل بواجب دفاع الشوط الثاني. ابراهيم حسن ادي خشبه وتطول منه كره تتقطع ياخدها فكري الصغير وماشي فاول بينده لهادي مصطفى حموده وبديها فاول على نادي الاهلي. فاول على نادي الاهلي. فاول وبيرجع لعيبه نادي الاهلي لورا. فاول لنادي الاسماعيلي. وتعليماته مستر الان وشوقي وهيلعب الفاول حمزه الجمل وشوطه تيجي في الحيطه وتترد على طول ايمن شوقي وحماده يونس. ايمن وحماده حرام عليك. فاول على نادي الاسماعيلي. 38 دقيقه 1-1 اسماعيلي والاهلي. بشير عبد الصمد ومحمد عبد الجليل. الشوط الاول الهدفين دقيقه 15 ودقيقه 47. وابراهيم حسن بيلعب كره عند محمد عبد الجليل وبيعدي من عصام وعصام معاه برده من اول الماتش ماسكه ويخطفها محمد ويلعب كره بالعرض لكن الكره كانت عدت ومديها ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. سعفان الصغير فكر الصغير كره معاه وتتخطف من فيليكس فاول من غانا. فيليكس ابواي بيلعب في منتخب غانا للناشئين. مستر ماركوس اهو برضه الوقت الحساس قوي واتلعبت الكره من الشمال لليمين. احمد رزق ايمن الجمل وفاول على محمد يوسف. فاول على محمد يوسف وقع ايمن الجمل. اتلعبت الكره على طول لفكري الصغير. احمد رزق فكري واحمد تاني وكده استهلاك وقت بقى وتتلعب الكره لاحمد العجوز وماشي احمد وبيلعب الكره رايه وصفاره اوف سايد كان ايمن الجمل. شوبير ابراهيم ويلعبها على طول عادل عبد الرحمن. محمد عبد الجليل على المغمض بيلعبها تتقطع تروح على طول لاحمد العجوز. احمد فكري الصغير وبيعدي من هادي ويلعبها فوزي جمال على طول لبشير عبد الصمد. لسه الكوره مع بشير اللي بيلعبها على طول لفوزي بيعملها وانت من فكري الصغير وداخل فكري وبيلعب الكوره بالعرض يا ايمن الجبل. مفيش حد مستنيها وهي بانت على وش مستر الن زميل عماد عناره وسمع فتاح جابوها وش وساعه الهجمه لكن كانت خطره جدا الكره اللي فاتت وفاول على نادي الاسماعيلي. لعبها فكري الصغير بالعرض. احمد العجوز متاخر ايمن الجمل متاخر وتعدي الكوره مفيش حد مستنيها وكانت لقطه حلوه قوي لمستر الان هاريس وهو ساعه الكوره على طول ما جت. طبعا المدربين بيقاسوا كتير جدا وهما بيتحملوا كل حاجه وبالذات الاخطاء. ابراهيم حسن عادل عبد الرحمن هادي خشبه و40 دقيقه تقريبا ونص
واحد واحد، وباصه بره تبقى رمي التماس لنادي الاسماعيلي. واقع فيليكس، ورمي التماس لنادي الاسماعيلي. فوزي جمال بيلعبها على طول لسعفان الصغير، ويلعب كرة طويلة على عبد الصادق، وتترد الكرة تاني الفكري الصغير. ماشي فكري يلعبها فوزي جمال، الباصة جامدة وتتخطف منه وترجع ورا تاني لحمزة الجمل. عامل مجهود كبير فيليكس، تتخطف الكرة ويلعبها، لكن حمزة الجمل صد رده، راجع على فكرة مستواه كويس قوي حمزة. وتروح للفكري الصغير، لسه الكرة معاه بيلعبها لاحمد عجوز، وماشي احمد وعايز يشوط، وشوطه في ايد شوبير. شوط من بعيد قوي، لكن شوبير يمسكها على طول. وادي مستر ماركوس زعلان انه شاطها كده من بعيد منظره. وشوبير فيليكس واحمد رزق يسيبها عشان ياخد رمي التماس لنادي الاسماعيلي. رمي التماس لنادي الاسماعيلي. اسماعيل حفني اهو. فوزي جمال، احمد رزق، ويغير اللعب على طول، يسيبها ناحيه اليمين. كرم جابر، حماده يونس، وبيبتدي التحضير من ورا، واقل كتير قوي، اقل سرعه من الشوط الاول للفرقتين التحضير. وتتلعب الكره لاحمد عجوز، تطول لكن يلحقها تاني. وماشي احمد، وبيلعبها بينيه، لكن مغطي محمد يوسف لغايه شوبير مطر. لعبها حلوه قوي احمد العجوز، لكن مقفل كمان محمد يوسف بخبره كبيره جدا، وادى سكه لشوبير لغايه ما يمسكها. غطاها حلوه قوي. على ساعتي باقي حوالي دقيقتين، وطبعا الاجهزه الفنيه تقف على طول طبعا وقت الحرج للفرقتين. وحماده يونس وزقه بين فيليكس، وتبقى فاول لنادي الاسماعيلي. جمهور النادي الاهلي وحمزه الجمل، ويلعب الكوره على طول عصام. احمد رزق، احمد على الارض على طول، بيلعبها لفكر صغير 1-2 لبشير عبد الصمد، وتتخطف الكره لكن ترجع لفكر الصغير، وبيلعبها في الحته اللي كان يقطع محمد يوسف، محمد عبد الجليل ما يلحقهاش ايمن شاوي، وتطلع الكوره بره. رمي التماس لنادي الاسماعيلي. تلعب الكوره على طول احمد العجوز، راجع لورا يستلم، عامل شوط ومباراه حلوه قوي النهارده احمد. ترجع له الكوره، لسه الكوره معاه، ويرجع ورا لاحمد رزق، يغير اللعب من الشمال لليمين حماده يونس، ويلعب كرة طويلة ايمن الجمل، لكن مغطي معاه علاء عبد الصادق، وايمن بيلعب الكرة بالعرض، مفيش حد الا ابراهيم حسن، مفيش حد مستنيها الا ابراهيم حسن. ابراهيم، ويلعب الكرة في الحتة الفاضية. احمد العجوز عامل مجهود كبير قوي، وايمن شوقي، ويسيبها عشان تطلع بره اوت، ويخش فيه حمزة الجمل، يطلعوا هما الاثنين اوت. ايمن شوقي يسيبها لابراهيم حسن. 1-1، 44 دقيقة تقريبا. اتلعبت الكورة لأيمن شوقي. إبراهيم اللي بيلعبها في الحتة الفاضية، ومديها مصطفى حمودة. شوف مديها فاول على أحمد رزق. فاول لنادي الأهلي. هيلعب الفاول إبراهيم حسن، بيلعبها قصيرة لعادل عبد الرحمن، اللي يشوط كوره كورباك في ايد على صوبها السعفان على طول عشان ياخد ضربه نار. سعفان، والوقت الاصلي انتهى زي ما احنا شايفين اهو، بنلعب في الوقت بدل الضايع. سعفان، ويلعب كوره طويله، يخش على طول بشير عبد الصمد، علاء عبد الصادق، محمد عبد الجليل وفوزي جمال، يلعبها فوزي لبشير عبد الصمد، لمسه واحده الفكر الصغير، بيحضن على الكوره، لسه الكوره مع فكري، ويرجع ورا لاحمد رزق. احمد، عصام، حمزه الجمل، حماده يونس، حماده، ويلعبها على الارض، واخد له مكان ايمن الجمل على الارض على طول، بيعمل 1-2 لكن مستعجل فيها الباصه حازم جابر كرم، وعادل كرة عالية، وحمزة على طول بيطلع. محمد عبد الجليل اللي بيلعبها لمسة واحدة لفيليكس، تعدي منه لكن يلم، وتتخطف منه كرة، ياخدها حمادة يونس لأحمد العجوز، وماشي أحمد، وبيلعبها لبشير عبد الصمد، ياخدها منه تاني لعصام عبد العال،
بالعرض الفكر الصغير، فوزي جمال وماشي فوزي احمد العجوز ويلعبها على طول تاني لايمن الجمل، وثلاث اربع نقلات او خمس نقلات للنادي الاسماعيلي. لسه كوره مع فكري يلعبها لايمن الجمل وماشي ايمن وماشي ايمن وماشي ايمن وبيهاجموا ابراهيم وتطول الكوره وشوطه جامده، يحط رجله في السكه جمال السيد لفيليكس، تطول منه ياخدها عصام لكن تتخطف منه ويلحقها تاني عصام لحمزه الجمل، يلعبها في الحته الفاضيه لاحمد العجوز وبيعدي احمد رزق وبيلعبها في الحته الفاضيه الفكر الصغير ومع جمال السيد والحكم بيقول تطول الكوره وتروح لشوبير ويلعبها بايده على طول ابراهيم حسن ويلعبها لعادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وفاول لنادي الاهلي. دي ضربه حره غير مباشره وما زلنا نلعب في الوقت بدل الضايع 47 دقيقه و6 ثواني تقريبا، وضربه حره غير مباشره اداها لنادي الاهلي لنادي الاسماعيلي. ده النادي الاسماعيلي طلع الكره الاحتياطي والفاول لنادي الاسماعيلي. هيلعبها حمزه الجمل بيلعب على طول لاحمد رزق وماشي احمد ويلعب الكره اماميه لفكري الصغير. فكري لسه الكره معاه ويلعبها لاحمد العجوز. لاحمد رزق لاحمد العجوز وماشي احمد وبينزل على طول تاني لفكري الصغير ويصفر مصطفى حموده يعني في الاسبوع السادس بين نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي اللي انتهت نتيجته بالتعادل 1-1. احرز هدف نادي الاسماعيلي بشير عبد الصمد في الدقيقه 15 من الشوط الاول، وهدف التعادل للنادي الاهلي محمد عبد الجليل في الدقيقه 47 من الشوط الاول. وبكده يبقى كل فرقه خدت نقطه، ويبقى كده برضو ما زال الاسماعيلي متصدر قائمه الدوري ب9 نقاط. كرم جنبه ايمن الجمل لكن بيسقطها لاحمد العجوز، واقف على وش رجله حلوه احمد، بيلعبها في الحته الفاضيه لتشيل عبد الصمد جوه جول في الدقيقه 14. جول حلو قوي عامله احمد العجوز عامل جول حلو قوي وقف على وش رجله جميل قوي ويلعبها بينيه بين جمال السيد وابراهيم حسن ويعدي بشير عبد الصمد ويلم الكوره ويلعبها على شمال شوبير. دقيقة 15 1 الاسماعيلي لا شيء الاهلي بشير عبد الصمد. تعاد تاني اهو وبشير عبد الصمد بيلعبها على شمال كرم جابر زي محمد رمضان. ولسه في 2 لعيبه من النادي الاهلي واقعين، محمد رمضان وايمن شوقي، وتتلعب الكرة طويلة